في قصر مرصود تيرارا. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟ مرفوض يا ولدي مرفوض يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. كينج الناس استاذ محمد حبيبي، اهلا يا كينج حبيبي. كينج الناس فارس منور يا كينج حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخلص فراس اقلع يعني ولا ايه؟ اخلع. ليش المصريين عندهم تنوع رهيب؟ هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده. المصريين عندهم حاجه غريبه جدا يا جماعه. لما تيجي تبص للمصريين كده عظماء في كل شيء، في الحاجات الصح والحاجات الغلط. يعني مثلا افضل دعاة للدين من مصر، وافضل ناس فنانين من مصر، يعني شايف ده وده، وافضل ناس مفكرين من مصر، وافضل ناس علماء من مصر، وافضل ناس سرسجيه بتوع الاغاني من مصر. كل حاجه موجوده في مصر. ربنا يبارك في مصر يا رب. بحب اغنيه انا من البلد دي، انا من البلد دي. ماشي يا احلى كينج الناس احمد جاد حبيبي. اللهم صل. تكبيس يا اخوانا وشير، لسه بادئين اهوت. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. هناخد كل الاسئله دلوقتي. هل ستنتهي الحرب قريبا؟ اعتقد اقصاها شهر. ومنهم كينج العالم. ماشي تسلم. حبيبي يا محمد، تسلم يا روح قلبي، انت اللي جامد يا عسل. اشكركم يا اخوانا، ربنا يبارك فيكم. هو هو تيري دي ري 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 ري. هو تيري ري 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 رورو. تيرارا تيرارارارارا. ليه لبنان ما ضربتش بقوه زي زمان، او غزه ما ضربتش، او اليمن؟ قصدك يعني ليه ما اشتركوش مع ايران يعني؟ طب ما هو حزب حسن زعبولة مشترك مع ايران. لكن فاكرين زمان لما كنت بقول لكم ان خلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم الناس اللي في غزه حريصين جدا 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 على ان هم ما يبانوش ان هم في كفه واحده مع ايران. فاكرين حبيت اقول لكم، حبيت اوضح لكم ان الناس اللي في غزه دول رغما عنهم غصب عنهم لما ايران فتحت لهم الباب دخلوا فيه غصب عنهم. لكن مش عايزين باي شكل من الاشكال يبانوا ان هم موجودين معاهم في نفس الكفه، عشان عايزين يبعتوا لنا رسائل نحن المسلمين ان احنا يا جماعه غصب عننا فتحنا باب ايران، لكن احنا مسلمين اهل سنه وجماعه. بنمارس بعض السياسه. كل اهل غزه دول اشرف ناس في الدنيا، دول اطهر ناس في الدنيا، ربنا يبارك فيهم يا رب. وهنا لازم نلقي بالاذهان. في ناس كتيره جدا ممكن تتهم الكينج ان الكينج بيطبل لدول الخليج، صح؟ مش في ناس كتيره ممكن تقول لك الواد الكينج ده بيطبل لدول الخليج ليه؟ طيب دول الخليج كلها ومعظم شعوبها مش هم عندهم اشكاليه مع الناس بتوع غزه، صح؟ طب انا زي ما بطلع ادافع عن دول الخليج بطلع ادافع عن الناس بتوع غزه. ليه؟ انا عندي وجهه نظر، انا عندي دماغ، ما بمشيش ورا حاجه عشان الناس تسقف لي. ده خطر يا جماعه، انك تمشي في طريق عشان الناس تسقف لك فيه وتحصل على رضا الناس. ده خطر. انت كده بتلغي عقلك، انت بتلغي وجودك، بتلغي ضميرك، بتلغي شخصيتك، بتلغي خوفك من ربنا. لازم تتكون لديك انت افكار خاصه بيك. انا زي ما بدعم دول الخليج اخواتي حبايبي، برضو الناس اللي في غزه دول اخواتي حبايبي. ما ينفعش يا جماعه نشتغل بسياسه الارض المحروقه. ارجوكم ركزوا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللايف واقف ايه يا جماعه؟ في حاجه، في مشكله ولا ايه يا جماعه الخير؟ بالنسبه للناس الموجودين من الدول العربيه او من الخليج وعايزين يخشوا على لايف الكينج هعمل لكم فيديو، بس نزل اي تطبيق في بي ان يفتح لك التطبيق، يفتح لك اللايف على طول. الناس اللي في السعوديه او في الكويت او في الاردن او في اي دوله من دول الخليج هم موقفين لايف التيك توك عندكم. نزل اي تطبيق في بي ان هتعرف تستخدم هتعرف تشوف اللايف كويس. يلا نجمع الاسئله. انا شايف ان الحرب يا جماعه اخرها شهر. وتخلي بالك برضو من حاجه، كل مدى واخبار الحرب بتبقى زي اخبار عاديه بين الناس، زي الحرب الروسيه الاوكرانيه كده. دلوقتي وحد حاسس بيها ابدا، لا في الاعلام ولا في التاثير الاقتصادي ولا اي حاجه خالص.
فهو دوت شكل العالم الجديد. حرب بتستمر طويل، خلاص بقى بتبدا يبقى في فتور، والبلاد او العالم بيقدر ان هو يتخطى المشاكل الاقتصاديه بتاعتها. يا ظهري يعني، يا ظهري يعني، ظهري وجعني قوي. تكبيس يا جماعه وشير عشان نبدا ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بنحبك يا ابو الكنوك حبيبي، اشكرك ربنا يبارك فيك. ازاي تحمل في قلبك الحبيب والعدو؟ ازاي يعني ايه؟ اي مسلم وحبيب مهما اختلف معايا في الاراء، طالما ما رفعش سلاحه عشان يضربني بيه، حبيبي اخوي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طالما ما رفعش سلاح ضربني بيه، طالما ما قالش عليا ان انا خاين او ان انا وحش او ان انا كذا 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 كذا، عادي. في اختلاف في وجهات النظر، ما فيش اي مشكله. ما هو للاسف الشديد يا جماعه، ماذا يفعل الجهل في الناس لما تتعرض الامه الاسلاميه الى جرعات من الجهل كبيره جدا على مدار سنوات؟ ده بيصنع عند الانسان ان هو عايز يشوف وجه واحد بس من الحقيقه وما يتنازلش عنه، واي حد ضده في الراي هو ضده في الشخصنه. غلط، ده غلط مش صح. لازم يكون عندك اتساع في الافق، ما تسمحش للجهل انه يؤثر عليك. غلط، بس للاسف هو ده اللي بيعمله الجهل. تحيه من العراق على راسي. دي مسرحيه يا كينج ولا حرب بجد؟ لا، حرب بجد. وزي ما اتفقنا، ايران كانت موجوده يا جماعه في الدول العربيه. ايران موجوده في الدول العربيه كخنجر في ظهر المسلمين. طول ما ايران بتضرب في المسلمين، امريكا سايباها. طول ما ايران بتبني امبراطوريه هشه، ايران فاكره انها بتبني امبراطوريه، لكن امريكا مش هبله. امريكا عارفه ان امبراطوريه ايران هشه، لان اي امبراطوريه بتخش الدول تهدمها دي امبراطوريه ضعيفه. امريكا تقلق من ايران لو ايران كانت بتخش الدول العربيه تبني او تعمل علاقات او تبني مصالحات او علاقات اقتصاديه او غيره. انما انت بتهدي، بتزرعي طائف، لا عادي، اعملي اللي انت عايزاه، لان انا في 3 ايام هخرجك من سوريا. انت هشه مش قويه. لكن اول ما ايران تتعدى الخطوط الحمراء لازم يتم دك. ومش هيتم تك الايران الا لو تم استبدالها بحاجه تانية عشان يفضلوا في خنجر في ظهر المسلمين. ايه هو الخنجر الجديد؟ المحور اللي بيحاولوا يعملوه مع الهند والكيان وقبرص واليونان واثيوبيا وبعض البلاد العربيه المشتركه في الاتفاقات الابراهيميه. حط كل الاخبار قدامك، ده بازل. لازم تعرف التركيبه بتاعه الشرق الاوسط اللي امريكا حطاها. امريكا حط الشرق الاوسط تركيبه، ما ينفعش ان هي تشيل حد من التركيبه قبل ما تحط حد مكانه. يعني امريكا دلوقتي الشرق الاوسط بالنسبه لها هي عباره عن، بص كده، غمض عينك كده، عباره عن دول عربيه، امه عربيه بالكامل يشاع فيها الجهل والفقر واضعاف صحه المسلمين. ده 100 100. انت فكر ان امريكا حاطه في بالها اي دوله عربيه خايفه منها؟ الامه العربيه بالكامل جهل وتفقير متعمد واضعاف صحه المسلمين متعمد، صح؟ طب امريكا ده 100 100. بعد كده الكيان عامل رعب يخلي الدول العربيه كلها تشتري اسلحه من امريكا ومن الصين ومن روسيا. واوعى تفكر ان انت ما تشتري سلاح من الصين او روسيا كده انت ما بتنفعش امريكا. لا، بتنفعهم. ازاي يا كينج؟ انت اي دوله عربيه او اي دوله في العالم لما تشتري سلاح من روسيا او الصين بتشتريه بالايه؟ بالدولار. يعني امريكا بتكسب. ده الكيان. طب ما ينفعش برضه نسيب المسلمين كده، لازم نديهم من تحت. لازم يكون موجود ايران كخنجر في ظهر الامه الاسلاميه علشان تقوم بالافعال الديرت اللي امريكا عايزه تعملها ضد المسلمين. الا تشترك امريكا وايران في رغبتهم في ان هم يدمروا المسلمين؟ يبقى امريكا على قلبها زي العسل 100 100. لكن ان ايران تتخطى الخطوط الحمراء رقم 1 وتهدد امن الكيان، لا. تهدد المصالح الامريكيه والاقتصاديه، لا. يبقى عندها نووي، لا. انسى الكلام ده. وتتوازى تلك الاهداف الاقتصاديه لامريكا مع الحلم الكبير او النبوءه التوراتيه الانجيليه اللي اخبرتك عنها فيما يخص حرب غزه. النبوءه التوراتيه الانجيليه تمهيد الشرق الاوسط كله لاقامه مملكه لليهو في فلسطين من النيل للفرات. ليه يا كينج؟ لان الخطوه دي هتكون اول خطوه في اقامه مملكه او تمهيد الارض لاقامه مملكه للمسيح الحقيقي على الارض فيما يخص يعني النبوءه بتاعته. المسيح الحقيقي هو المسيح الدجال
اللي هينزل ويحكم الارض 1000 عام. فهم كل الحروب دي بيمهدوا. وطبعا سمعتوا عن الابقار الحمراء ومش الابقار الحمراء وهيكل سليمان وهيكل المسجد الاقصى. كل دي حاجات حطها في البازل كده، تعرف ان هم مش عايزين اي نوع من انواع المقاومه في الشرق الاوسط. طب ايران هنقاومها ازاي ونلغي مقاومتها ازاي؟ دمر، خش دمر. طب المسلمين ما كده كده كحيانين. المسلمين قعدوا يتفرجوا على اهل غزه هم بينطحنوا ليل نهار، والمسلمين يقولوا ايه؟ مالناش دعوه، مش حربنا. فده ربى في المسلمين الدياسه. فهم دلوقتي لو عايزين يعملوا من النيل للفرات مش هيعملوها جغرافيا. لا، يعملوها جغرافيا ليه؟ ده وجع قلب. هيستبدل المسلمين اللي شغالين في الشركات والحاجات والاقتصاد وكل حاجه بالذكاء الاصطناعي، والباقي ما هو فقير وجاهل وضعيف صحيا، ما فيش اي نوع من المقاومه، وبيتفرج على اخواته هم بينضربوا. ديوس. فلما يجي بعد كده يقول لك اي حاجه انت هتمشي عليها. ليه؟ لان انت اهم حاجه عندك دلوقتي في الدول العربيه ايه؟ الاكل والشرب. لما تصنع ليك، للاسف الشديد يا جماعه، لما يصنع ليك ان الاكل والشرب ده الامله، يبقى انت هتخاف على الاكل والشرب، هتخاف على ابنك اللي عايز له علبه لبن مهما حصل فيك. ابني ابني. هو مش عايز يطردنا، الكيان مش عايز يطرد المسلمين. يطردنا ليه؟ ده عكس السرديه بتاعتهم. هم عايزين يحولوا الشرق الاوسط الى اسياد وعبيد. اسياد لان هم شعب الله المختار حسب عقيدتهم، وعبيد احنا العبيد. لو هم اتزنقوا في شويه دم عايزينهم لحد، هياخدوهم مننا بنك احنا بنك الدم. لو احتاجوا صباع ولا كليه ولا حاجه، ما المسلم فقير كحيان. هتبيع ولا مش هتبيع؟ هتبيع. هتبيع يا تغف. هي ديت شكل الشرق الاوسط بالنسبه لامريكا. عشان كده احنا قلنا من الغلط ان الدول العربيه تسيب غزه يحصل فيها كده، لان الدور هيجي على كل واحد. واللي حصل في اهل غزه ان هم راحوا عند ربنا سبحانه وتعالى وهم واقفين على رجليهم بكرامه وعزه وكبرياء. هيحصل فينا بس مش هنقدر نتكلم في كل العرب. ليه مش هنقدر نتكلم؟ ما هو زي ما بيحصل فيك دلوقتي يا ابني وانت مش قادر تتكلم، مش قادر تساعد اخواتك بينضربوا. هيطلع الشيوخ والعلماء والفنانين والاعلاميين وكل حاجه يربوا عند الناس وعي جمعي على ان احنا لازم نلتزم يا جماعه بالصبر الاستراتيجي. تكرار ما حدث ليس ببعيد. كينج علمنا حاجه خطيره جدا: الانماط المتكرره سياسه دوله. لما تشوف نمط متكرر قدامك بيتكرر، دي سياسه دول، مش هبلولي كده، مش هبلولي. اوعى حد يعتقد في العالم كله ان في اي حد يقدر يقف قصاد امريكا من غير دين. الناس اللي في غزه دول واقفين قصاد امريكا ازاي؟ عندهم عقيده، لدرجه ان انت بتشوف الجندي اللي في غزه بيحمل المقذوف يحطه على دبابه المركبه ويرجع زي الفل. ده عنده عقيده ان ربنا هيخفي عنه عيون اعداء. صح. بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. سيدنا النبي وهو بيهاجر مع سيدنا ابو بكر، الناس المتشككه تقول لك الله هو رسول يعني ازاي عمل شويه تراب كده في عينهم؟ اهو قدامك شايفها لايف. دبابه مركبه بتحس بكل حاجه حواليها 360 درجه. ما بتقدرش تشوف الجندي الغزاوي. ليه ما بتقدرش تشوفه؟ دي معيه الله. الناس اللي في غزه دول قادرين يستحملوا الكلام ده ازاي؟ معيه الله. درجات الايمان يا اخوانا. لما يقف سيدنا النبي كده قدام الصحابه وهم مجندلين في احد: يا رب اللهم لا يعلون علينا، اللهم لا قوه الا بك. تقوم تنزل ايه من ربنا سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلاون. الله، ازاي يا كينج واحنا بننهزم والرسول كان قريب ان هو طبعا مش عايزين نقول الكلمه الثانيه غصب عننا بنعمل كده، سامحنا يا رب عشان اللايف ما يحصلوش حاجه. ربنا بيقول للمسلمين انتم الاعلاون واحنا مهزومين واحنا منكسرين والرسول كان هيضيع الله. ليه يا كينج؟ دي درجات الايمان، ان انت تعلم ان كل شيء بيحدث في الارض بقدره الله سبحانه وتعالى. انت مؤمن بربنا؟ يبقى انت لما تروح في سبيل الله انت داخل الجنه. ده انت باش في البشوات. زعلان من ايه؟ انت زعلان من ايه؟ طب انتصرت الحمد لله، شكرا يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب انت نصرتنا. دي درجات الايمان بالله، ان انت تبقى عارف انت بتعمل اللي عليك. حاربت، دافعت عن دينك، دافعت عن وطنك. في اشكاليه كبيره جدا يا جماعه، للاسف الجديد بيقع فيها رجال الدين.
ايه هي؟ ان هم بيكرهوا الناس في الدين على ان هم يطلع يقول لك ايه؟ على فكره اي حد اي حد بيدافع يعني بيدافع عن وطنه يعني لا يعتبر من الشهداء، انما اللي بيدافع عن الدين شهيد. هو اللي بيدافع عن وطنه ده بيدافع عن وطنه ليه؟ يعني المسلم اللي بيدافع عن وطنه ده بيدافع عن وطنه ليه؟ ما عشان دينه قال له كده، قال له دافع عن وطنك وارضك ودينك وعرضك وشرفك وكرامتك ومراتك وبنتك. انتوا عايزين تكرهوا الناس في الدين ليه؟ اي حد بيدافع عن وطنه ما هو مسلم بالضروره اكيد بيدافع عن وطنه عشان عنده عقيده، عنده شرف وكبرياء وكرامه، وبيدافع عن دينه في نفس الوقت. فاي حد بيخش حرب وهو بيدافع فيه عن وطنه اللي اتاخد منه، ما ده داخل ان شاء الله داخل الجنه، ده من الشهداء. من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ارضه فهو شهيد. انتوا عايزين تعملوا في الناس ايه؟ الناس بتصنع يا جماعه الطيارات والدبابات والموتريوز، واحنا لسه واقفين يا جماعه عند الاختلافات لن تسمن ولن تغني من جوع. ازاي يا جماعه العلماء والشيوخ لسه واقفين عند المرحله دي؟ عايزين تكرهوا الناس في الدين ليه؟ في الاسلام ليه؟ وتبينوا ان الدين دين جامد ليه؟ لا، اي حد لو هجم على بيت اي حد وانا دافعت عن بيتي ده او عن عرضي او عن شرفي، ما انا ان شاء الله من الشهداء. انا دافعت عن حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال لي لازم ادافع عنها. يبقى اللي يموت دون دينه فهو شهيد، واللي يموت دون وطنه فهو شهيد. لكن ما تجيبليش واحد مش مسلم وبيدافع عن وطنه تقول له دوت من الشهداء. لا، ده مش من الشهداء. اهو ده بقى الدين بتاعك، ده الولاء والبراء بتاعك، ان انت تكون عارف حدود دينك ايه. دينك مش مطاطي. ما تقعدليش كل شويه تقول لي اصل انا عايز بتوع ايران دول يكسبوا، اصل هم اقرب لنا من العقيده. يا عم اقرب لنا من العقيده ايه؟ ده داخلين مع ربنا في حرب. وانا هنا مش بقول لك ان احنا نفسنا ان الكيان يكسب ولا امريكا تكسب، هما الاثنين نفسنا ان هما يخلصوا على بعض. لازم المسلم يكون ناصح. هنا في ذكاء عند المسلم، ما يمشيش ورا اللي ماشي وخلاص. في حاجه خطيره جدا جدا يا جماعه اسمها الوعي الجمعي. انا ما بشوف قدامي راي الناس كتيره واخداه، انا عندي راي مخالف صح، فتبدا تهتز ثقتي بنفسي. معقول انا صح والناس دي كلها غلط؟ لا، انت صح. لو انت ماشي ورا دينك يبقى انت صح. اوعى تفقد الثقه ابدا في نفسك، اوعى. للاسف الشديد القاده لما يطلعوا يحتقروا المسلمين ده بيضعف من ثقه المسلمين في نفسه، ثقه المسلم في نفسه. اوعى. ايوه انت صح، لو فكرت بمنطقيه في الاشياء انت صح. طالما واخد البوصله بتاعتك ربنا والدين والرسول والصحابه والحاجات دي يبقى انت صح. اوعى تستسلم للوعي الجمعي، خطر. الوعي الجمعي خطر على المسلمين. امن بنفسك وامن بقدراتك وامن ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون بيميزك عن بقيه الناس. طبعا. مش الكينج دلوقتي، كل العالم الاسلامي دلوقتي منقسم قسمين صح؟ قسم عايز الكيان ويكسب، معظمهم الناس اللي في سوريا عشان ايران كانت بتعمل فيهم حاجات مش كويسه صح؟ والنص الثاني عايز ايران تكسب عشان الكيان كان بيعمل في فلسطين حاجات مش كويسه صح؟ غلط. كده المسلم مش صايع. المسلم لازم أن يكون صايع. المسلم لازم أن يكون نبيه. المسلم لازم أن يكون بيفهم. انا اقعد كده زي الباشا يا رب هما الاثنين يدغدغوا بعض. لان انا لو بصيت بعد الحرب، غميت عيني كده وبصيت بعد الحرب، يا خبر اسود، ده ايران دي لو كسبت، ده اذا كان وهي خسرانه وعليها عقوبات دمرت 4 بلاد عربيه، امال لو كسبت هتعمل فينا ايه؟ طب الكيان، يا خبر اسود، لو الكيان وامريكا كسبوا هيستفحلوا في الدول العربيه، ومن النيل للفرات هتتنفذ. يبقى لازم المسلمين يتجهزوا لما بعد الحرب. طب نتجهز ازاي لما بعد الحرب يا كينج؟ نشتري سلاح؟ الامه العربيه تشتري سلاح؟ لا. الامه العربيه تقوي سلاحها؟ لا. الامه العربيه تهتم بالتعليم؟ لا. لا، امال ايه يا كينج؟ الامه العربيه تتفق كده كلها مع بعضها ان لازما كلنا نرجع للدين. الدين هو اللي هيصلح كل ده. الدين هو اللي هيصلح العقيده القتاليه عند الجيوش المسلمه. الدين هو اللي هيصلح العقيده التعليميه، ان نخلي الناس تتعلم. ليه؟ لما يكون في دين يبقى في موازنه في الدوله. اللي في الدول الاسلاميه اللي بيتعلم بيتم تقديره، اللي مش بيتعلم ما بيتمش تقديره. الدين هيحارب الفساد لوحده، فالناس تخاف ان يكون في مجامله وفساد ومحسوبيه، فالشخص المظبوط المتعلم الكفء للوظيفه هو اللي هيمسكها. الدين هو اللي هيخلي الناس في الشوارع الحوادث التحرش تقل والانهيار المجتمعي يقل. الدين هو اللي هيرجع العلاقه كويسه ما بين الراجل والست في البيت. الدين هو اللي هيخلي الشباب المسلم مفعم على الحياه. الدين هو اللي هيفهم الست المسلمه او البنت المسلمه دورها ايه في المجتمع بجد. انما احنا عمالين بقى ايه من بعيد كده، عايزين نصلح المجتمع وعايزين مش عارف مين. طب هنصلحه ازاي من غير دين؟ اصل عايزين الدول العربيه تتوحد، ما هتتوحد ازاي من غير دين؟
خلي الامه الاسلاميه تعمل احسن دستور في العالم، الدستور اللي ملوش حل، وتتوحد ويبقى ليها عمله واحده وحدود واحده وامبراطوريه. بدون دين احنا صفر، تحت الصفر. الدين هو اللي هيصلح كل حاجه لوحده. لو اهتميت بالدين، ليه الناس في امريكا اقل فساد من روسيا؟ لان في امريكا لو جيت بصيت كده على التدرج الهيكلي الاداري في مؤسسه مثلا زي الحكومه الفيدراليه، ايه اللي يخلي واحد يروح يقدم في فساد في حد فوقه؟ انه عارف ان في حد فوقهم وحد جنبهم ممكن يكون عنده ضمير، انه متراقب. الدين بيراقب، الدين هيراقب الكل، الدين هيراقب الكل، هيخلي الناس تواقه انها تعلن عن الفساد وتهاجم الفساد، فالناس الفاسدين يستخبوا. صح؟ انما مفيش حاجه اسمها لو عدلنا التعليم هنبقى كويسين، لا. لو عدلنا الجيوش المسلمه هنبقى كويسين، لا. لو عدلنا الاقتصاد المسلم، لا، مفيش الكلام ده. لازم يبقى عندك مرجعيه مطلقه. ايه المرجعيه المطلقه اللي عندك؟ دينك. الله سبحانه وتعالى هو اللي حاطط لك دستورك. تقوم انت عايز تسيب ربنا وتروح لحاجات تانية وتتوقع ان انت هتنتصر؟ ازاي دي؟ ازاي دي؟ غياب الدين يا جماعه اللي بيخلي للاسف الشديد بيخلي الناس تخون اهل غزه. طب انت بتخون اهل غزه ليه؟ لان العلماء والشيوخ بيطلعوا يقولوا على اهل غزه دول ان هم خوارج من الخوارج. يا خبر اسود! يعني اهل غزه دول من الخوارج؟ يعني الناس اللي بتدافع عن كرامتها وشرفها دول من الخوارج؟ يعني دي ناس وحشه؟ يعني المداهنه السياسيه وان احنا نعمل صبر استراتيجي في الامه العربيه ده الصح؟ يا خبر اسود ومهبب! غياب الدين هو اللي بيخلي للاسف الشديد الفاسدين في الدول العربيه ما يخافوش. ليه؟ ما هو عارف ان هو لو اتمسك ولا حاجه في الاختلاس ولا الفساد بتاعه هيخش السجن 5 6 سنين ويطلع بعد كده، مش مشكله. ايه المشكله؟ ايه يا جماعه؟ الدين هو اللي هيوصل الناس المتعلمه للاماكن بتاعتها عشان تفيد المسلمين. نشاهد للاسف الشديد، خد بقى دي من الكينج بقى، معلش كينج الناس كينج العالم برضو، ابعد شويه عن السياسه. بنشوف دلوقتي مشكله ردح ما بين الفنانه الكبيره جدا ياسمين عبد العزيز والفنانه الكبيره جدا مي عمر وجوزها الفنان محمد سامي او المخرج محمد سامي، بيردحوا قصاد بعض. ده بيقول لي ده انا الاحسن وانا الاقوى في رمضان، والتاني بيقول لي ده انا الاقوى في رمضان، وكله بيردح لبعضه زي الستات على المصاطب. هم بيعملوا كده ليه يا كينج؟ رقم واحد، لان مفيش فن. ما هو لو في فن الانسان هيشغل نفسه بالفن، مش هيشغل نفسه بحاجه تانية، هيشغل نفسه بتقمص الشخصيه. عايز تقمص الشخصيه، انما مفيش تقمص شخصيه. ياسمين عبد العزيز في المسلسل ده زي المسلسل اللي فات زي المسلسل اللي قبله زي المسلسل، كله زي بعض. مي عمر نفس الكلام، كل الممثلين كلهم زي بعض، مفيش تقمص شخصيه. هو بيدور على حاجات غير الفن الحقيقي، الرتح، مين الاجر العالي، مين نمبر 1، مين مش عارف مين، حاجات مالهاش علاقه بالفن اللي بيقدموه. فده رقم واحد، لازم يتخانقوا على كده، لان هم ما لهمش وجود غير كده. الفن صفر. 2، ركز معايا، اوعى تعتقد ان الفنانين مش فاهمين ان هم ما يعملوا كده بيعلوا من اسهم بعض. ما تبقاش عبيط بقى. يعني هم يا كينج بيعملوا الحاجات دي قصدينها؟ نعم. ليه؟ عشان يعلوا من اسهم بعض، كل ده يعلي ده وده يعلي ده وده يعلي ده، وفي النهايه هم مش بيتنافسوا في الفن، هم بيتنافسوا في ايه يا كينج؟ في الفلوس. ماني، فلوس. ايه المشكله اما انا اعمل عليك بوست واعمل عليك حدوته وتكسب انت فلوس وانا اكسب فلوس وكلنا نكسب فلوس؟ مش احنا عايزين نكسب فلوس؟ هو احنا داخلين الفن نعمل؟ هو حد يا جماعه فاكر اي عمل للفنانه مي عمر ولا فنان ياسمين عبد العزيز ولا حد فاكر حاجه؟ مفيش فن بيقدموه. ثلاثه ودول خطيره جدا جدا. في اختلاف غريب جدا ما بين الفنانين في مصر زمان ودلوقتي. زمان بعيدا طبعا ان الفن كحاله في حاجات كتيره غلط، احنا بنتكلم بقى بعيدا عن الغلط والصح دلوقتي، بنتكلم عن السيكولوجيه. زمان عادل امام ونور الشريف ومحمود عبد العزيز واحمد زكي ويحيى الفخراني، تحس ان في طابع من الاحترام بين الفنانين، صح؟ مع ان الفنانين كلهم عارفين ان عادل امام اعلى اجر، مظبوط، بس عادل امام مش هيطلع كل شويه يقول لك اصل انا اعلى اجر وانا مش عارف، لا، في احترام، وتلاقي الممثل ده بيحضر للممثل ده الفيلم وده بيهني ده على مش عارف ايه. انما دلوقتي لان للاسف الشديد الفنانين صعدوا من طبقات ليست فنيه، ما بقاش في احترام للفن.
جعرات. اللي صاعد دلوقتي الجعرات، الناس اللي ممكن يبيعوا اجسامهم عشان يوصلوا للفن، واعتقد انتوا فاهمين كويس انا بقصد ايه. جعرات، ناس مش من خلفيه فنيه، مش بينظروا للفن ده على ان هو الحاجه اللي هم شغالينها، لا ده حاجه جت بالصدفه كده كده، يبقى فلوس، ايه ده فلوس يلا بينا. فجعرات مش فاهمين قيمه الفن ولا قيمه الفنانين. بعيدا طبعا عن كل ذلك، يجب ان اخبرك ان ستيفن سيجال النجم الامريكي المعروف في الثمانينات او في التسعينات كان بيقدم افلام معظمها من افلام غسيل الاموال. ستيفن سيجال، عارفين انتوا النجم اللي بيقعد يضرب ده على عمره ما انضرب في فيلم. كل افلامه كانت بتتعرض زمان في التلفزيون، عمرها ما نزلت السينما. ليه يا كينج؟ لانها افلام كلها غسيل اموال. يقولوا احنا عملنا فيلم والله كلفناه كذا وعمل تذاكر كذا، حد صدق تمام حطه في البنك. غسيل الاموال ده بيجي الفلوس بقى بيجي من الحاجات اللي مش كويسه، والعالم حوالي 90% من فلوسه مش كويسه. فستيفن سيجال والفن الامريكي والدراما الامريكيه والحاجات ودراما كتيره جدا في العالم عباره عن غسيل اموال. فكله بينظر ليها للفلوس. ستيفن سيجال بقى وسيلفستر ستالوني برضه دخل في شويه من الحاجات دي. تلاقي مثلا دار نشر ولا حاجه جابت واحد غير مجهول وعملت له كتاب وقالت احنا وزعنا مليون نسخه. ليه يا كينج؟ ما هو عشان يحط الفلوس في البنك، يروح البنك يقول له والله ده انا جايب كنت ناشر كتاب والحمد لله ربنا وفقنا فيه وكده. فالبنك الفدرالي الامريكي يقول له ماشي حط الفلوس يا باشا زي ما انت عايز. هنصحى ولا هنغيب عن الغيبوبه ولا ايه؟ هنصحى ولا هنغيب عن الغيبوبه ولا ايه؟ يلا نتلقى الاسئله، نتلقى الاسئله يا جماعه. الفنان الوحيد في مصر دلوقتي اللي تقدر تقول عليه فنان واحد بس، حد يعرفه؟ فنان واحد بس في مصر، فنان واحد بس. حماده هلال. حماده هلال مين يا عم الحاج؟ واحد بس اللي في مصر بيعرف يمثل، واحد بس اللي في مصر بيعرف يمثل. نفسي حد يجيب اسمه. اكيد انت يا كينج. لا كينج بره بره المقارنات والحاجات دي. مين؟ واحد في مصر بيعرف يمثل، واحد بس. لا غلط غلط. نفسي حد يجيب الاجابه الصح، نفسي حد يجيب الاجابه الصح، نفسي هنبسط منه قوي. يا عيني يا عيني يا ابني عليك. جابها، جابها الولد جابها. الوحيد في مصر اللي بيمثل فن حقيقي متقمص مليون في المية باسم سمرة. الوحيد. طبعا في ممثلين تانيين كويسين برضو بس بنسب، لكن باسم باسم سمرة ممثل حقيقي بيتقمص الدور بكل جوارحه، كل الجوارح بتاعته. يعمل لك دور كوميدي لازم تضحك، يعمل لك دور تراجيدي لازم تعيط، يعمل لك دور جد لازم تبقى عارف ان هو جد. ممثل، مش شغل كل شويه بقى يعمل له فيلم هابط ولا مسلسل هابط. لا 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 لا، ممثل حقيقي. انا من ليبيا وتوقعت صح على راسي. تحياتي لكل حبيبي في ليبيا. كينج حاول تخفي مكانك لان ترامب عارف انك اخطر من في ناس بتقول ان ترامب طلع دلوقتي بيقول الحرب انتهت. الكلام ده حقيقي؟ قال كده فعلا ولا ايه؟ هو كده كده الحرب يا جماعه اخرها شهر معانا. زعلان منك ليه بس يا استاذ احمد؟ هل سمعت تحليل محمود ابو زيد؟ حلو السؤال ده. بصوا يا جماعه، في واحد اقرع كده بيطلع في التحليلات دلوقتي ان هم بيقولوا ان هو بيتنبأ وكده. الراجل ده هجاص، وهرفع لكم فيديو كامل عنه. هجاص ده عامل بالظبط زي ما يكون معاك رشاش بتضرب منه 200 طلقه، طلقه بتنجح فتقول ايه؟ شفتوا؟ المعلم ده طلع قال خلي بالك ان هيتم اغتيال ملك السعوديه رمضان اللي فات. ما حصلش. قال لك انا كنت اقصد مش عارف فلان الفلاني. قال لك كاس العالم في قطر هيتلغي، ما اتلغاش. قال لك لا ده انا اقصد على كاس العالم 2026 2008 2032. هجاص وهثبت لكم بالادله، بس سيبوني كده فتره كده. من الهجاصين محمود ابو زيد ده، من الهجاصين. زيه زي الراجل اللي هو ابو شعر ده بيطلع، اللي هو اسمه ايه ده، اللي بيطلع برضه يقول لك ما وراء القطبين ومش عارف ايه اسمه ايه.
محمود حاجه كده، اسمه ايه؟ محمود ايه؟ الهجاص ده ابو شعر ده اسمه ايه؟ محمود محمود صلاح. هجاص. هجاص. لا المحلل الصيني ده حاجه تانية. المحلل الصيني اللي هو برضه مشهور ده، لا ده حاجه تانية. ده راجل محترم، راجل بيتكلم قياسا على معطيات وشواهد وادله وبيسرح بقى. ده راجل محترم. ده راجل بيقول لك 1 2 3 4، خلي بالك ممكن يحصل 1 2 3 4 وانا بتوقع بنسبه كبيره كذا. انما مش بيطلع يقول لك خلي بالك سيتم اغتيال فلان الفلاني في الوقت الفلاني. يا عم احنا ناقصين اهم. محمود ابو زيد ده مش طلع 1000 نص رمضان هينضرب مفاعل ديمونه؟ او هينضرب الاقصى؟ ايه؟ لازم الانسان المسلم يكون ناصح. يا جماعه، الانسان بطبعه ميال لشوفة المستقبل. يعني لو الكينج بنى قناته دي على ان هو كل شويه يتنبأ بالمستقبل، عراف، الناس بتحب العرافين دول، بينجذبوا ليهم، عايزين حد يوريهم المستقبل حتى لو هيكذب مش مشكله. هيطلع الكينج يضرب لك 500 طلقه، طلقه واحده تصيب تقوم تقول انت بتقول ايه؟ يا علام عليك يا كينج يا عالمي. ايه ده؟ جبت الكلام ده منين يا كينج؟ هي الناس بتحب كده. الدجل والشعوذه والحاجات دي الناس بتحب الكلام ده، الناس بترتبط بالكلام ده. ده طبعا خطر على ديننا. لا يعلم الغيب الا الله. ان انت تتنبأ في حاجه في المستقبل بناء على معطيات ماشي، انما تطلع تقول من تلقاء نفسك كده خلي بالك بكره هيحصل كذا وبعده هيحصل كذا وبعد بعده هيحصل كذا ومش عارف ايه. ده كله ده كل الناس دي هجاصين. كل الناس دي هجاصين. هل في امل يكون الجيل ده جيل التمكين؟ طبعا عادي. يا جماعه ما هو الفرق بين الانسان المسلم لو ما عندوش اسلام وعنده اسلام؟ زي سيدنا عمر بن الخطاب، قبل ما يسلم كان ايه؟ كان راح جهنم. طب الاسلام عمل فيه ايه؟ 3 دقائق بالظبط. 3 دقائق بالظبط. دخل سيدنا عمر على دار الارقم بن الارقم والرسول موجود فيه والصحابه، بيخبط على الباب. مين؟ عمر. نهار اسود، هيدور فينا الضرب وهيضربنا بقى. كانت مهمه سيدنا عمر يصحى كل يوم من النوم يروح يضرب المسلمين ويروح ينام. فراح سيدنا حمزه قايل بس انا هطلع له انا وهخلص عليه بسيفه، يعني مش هخلص سيف انا لو. فراح سيدنا النبي قال له بس خلاص. ففتحوا له، دخل عند سيدنا النبي بقى. بص بقى، بص حبيبك بقى، ما تصلي عليه بقى. بص حبيبك بقى وصفات القياده، يعرف ازاي يستخدم الشده ويستخدم اللين. مع سيدنا عكرمه يقوم يقول للصحابه ايه؟ خلي بالكم سيدنا عكرمه جاي دلوقتي عشان ايه؟ يسلم. ما حدش يفكره بابوه ولا حد الكلام ده، عشان نحافظ على نفسيته. لكن مع سيدنا عمر لان سيدنا عمر شديد، فلازم سيدنا النبي يستخدم الشده معاه. فراح سيدنا النبي ماسك سيدنا عمر من هنا كده وجساه على ركبته. اما لك ان تؤمن يا ابن الخطاب. شفت بقى؟ لازم القائد المسلم يا جماعه لازم ناخد كل حاجتنا من سيدنا النبي، نعرف امتى نستخدم الشده وامتى نستخدم اللين. اما لك ان تؤمن يا ابن الخطاب. قال سيدنا عمر ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. 3 دقايق بالظبط على ما خلص سلام على الناس وحضنهم المسلمين، وسيدنا عمر بقى في صفنا والحاجات الحلوه دي. فسيدنا عمر 3 دقايق بالظبط كان غير مسلم بقى مسلم. فسيدنا عمر بيقول لسيدنا النبي يا رسول الله اول اصنع الحق. شوف بقى المسلم لما يصدق ايمان، اول اصنع الحق. فقال الرسول بلى. قال طب احنا خايفين من ايه؟ فطلع المسلمين في طابورين الى مكه بيكبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. طابور واقف عليه سيدنا حمزه اسد الله وسيدنا عمر على الطابور الثاني. ده حصل امتى يا كينج؟ 3 دقايق بالظبط. اي ان المسلمين دلوقتي اللي بيسال عن جيل التمكين، المسلمين دلوقتي مش حالنا متدهور والمجتمع بتاعنا بايظ وحالتنا كرب وفقر وجهل وزي ما انت عايز تقول قول. اقلب بس الكفه كده من مسلم من لا مسلمين لمسلمين، من لا دين لدين، وسع للمسلمين بقى. لما تزرع في المسلمين العقيده، العقيده والدين والحاجات دي، تقوم تحول المسلمين من ناس انت شايفهم دلوقتي ان هم مش نافعين الى جيل التمكين باذن الله. ويجب عليك ان انت تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتثق في ربنا سبحانه وتعالى ان هو هينصر هذه الامه. ايه؟ علم اليقين، كانك شايف الكلام ده قدامك. انا بيني وبين نفسي قسما بالله بعيش الحاله دي مع نفسي، ان انا مش الامه دي هتنتصر، لا، انا هشوف نصر الامه دي بعيني. انا ايماني بربنا واصل لكده. انا هشوف نصر الامه دي بعيني،
لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فلو تحولنا الى الايمان يا اخواننا محدش يقف قصادنا. لكن المسلم بقى بيلاقي اشياء كتيره جدا عشان يكون اسلام المسلمين اسلام كهنوتي، زي ما اتفقنا كتير قبل كده. اتفاق ما بين رجال الدين المسلمين والنظام العالمي على تحويل المسلمين دول الى ناس كهنوتيه. يا عايزين يصلوا ويقوموا بافعال دينهم وكده، ماشي يا حبيبي قوم، ولكن ما تدخلش الدين بقى في كل حاجه بقى، انت تبقى لنا دماغنا يا ابني. فده بيخلي المسلم مسلم كهنوتي، وده غلط خطر. لان اخواتك هينضربوا في غزه، انت تقعد تتفرج عليهم كمسلمين، كلنا بنتفرج عليهم. يا خبر اسود، طب الدور جاي علينا. ان لم يحركنا الدين وان لم تحركنا الغيره على اخواتنا مش هيحركنا حاجه ثانيه. فيبداوا ان هم يجيبوا بقى مصطلحات ثانيه بقى. اصل خلي بالكم يا جماعه، الامه الاسلاميه مستضعفه. هنعمل ايه مع امريكا طيب؟ ما يخشوا يضربوا فينا زي غزه، هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه يا جماعه؟ فده طبعا غلط خطر. لكن باذنك يا رب، ما ان يفضح الله المنافقين على رؤوس العباد والمسلم كده يفوق نفسه من الغيبوبه، يفوق من الغيبوبه كده، الامه الاسلاميه ان شاء الله ستنتصر وسيكون هذا هو جيل التمكين باذن الله. باذنك يا رب، ثق في ربنا سبحانه وتعالى، امن بربنا. كل اللي بيحصل لك ده اوعى تفكر ان هو بره قدره ربنا، اوعى. امريكا قويه، اقوى بلد في العالم، امريكا اقوى بلد في التاريخ كله امريكا. لكن ما ان المسلم قلب من لا دين لدين، اوعى لا امريكا ولا غير امريكا يخش قصادنا. عشان كده بيتم استهداف الدين، مش اي حاجه غير الدين. الاقتصاد، ما الدول العالميه كلها والدول العربيه مشتركه في الاقتصاد، صح؟ مظبوط. تسليح الجيوش المسلمه ما هو شغال. اي دوله عايزه تجيب سلاح ولا حاجه، ما امريكا بتديها والصين بيديها وروسيا بيديها، صح. اي بلد عايزه تعمل اعلام معمول. انما الدول العربيه والاسلاميه لو صحيوا من الغيبوبه كده وقالوا ديننا، اقسم بالله لازم بقى المؤامرات المجتمعيه والمؤامرات السياسيه والمؤامرات كل اللي انت عايز تقوله قوله، زي افغانستان كده. ما هو لب الدين ايه؟ ان المسلم يصحى من النوم عايز يدفع الاذى عن المسلمين. يدفعه ازاي؟ ان هو يهاجم. يا قلبي، اوه اه ثواني يا جماعه. الحمد لله والفضل لله. المهم، اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. امريكا مش المفروض تهاجم الجيوش في العالم على حاجتين او البلاد، يا اما ان البلاد دي فيها فلوس امريكا عايزاها، او خطر على الامن القومي الامريكي، صح؟ طب امريكا هاجمت افغانستان ليه؟ امريكا بتهاجم غزه بكل ما اوتيت من قوه ليه؟ هي غزه دي خطر على ايه؟ غزه دي خطر على ايه؟ ولا ملهاش اي خطر على امريكا ولا خطر على الكيان. غزه دي تهديد للامن ولا اي حاجه خالص. عشان الفكره. امريكا بتهاجم عشان الافكار، لان الافكار دي لو الناس اتجمعت حوالين الافكار كارثه. عشان كده امريكا هاجمت فيتنام وهاجمت افغانستان عشان الافكار في فيتنام الشيوعيه، الافكار في افغانستان وفي غزه الجيم هي الف دال. ما ينفعش، لان الفكره دي لو التفت حواليها الشعوب وامنت بيها وصدقتها ومشيت ورا دين مطلق نازل من ربنا ما فيهوش تغيير، البقاء لله في امريكا. اكبر خطر على امريكا مش الصين ولا روسيا ولا النووي ولا كارت في ايد المعادن اللي في روسيا اللي في ايد الصين ولا اي حاجه خالص. اكبر كارت خطر على امريكا ان المسلمين يصحوا من الغيبوبه اللي عندهم ويتحولوا من لا دين لدين. اكبر خطر. عشان كده بتمارس كل المؤامرات ضد المسلمين. المسلم ما ينفعش يفوق. النظام التعليمي اللي عاملينه للعالم كله ومن ضمنهم المسلمين، من شأنه ان هو يطلع ناس قوالب شبه بعضها، يطلع كلك شبه بعض، مفيش حد مختلف. النظام التعليمي في العالم يا جماعه من شأنه ان هو يطلع ناس تسمع الكلام، حاضر، مش ناس متمرده. التمرد خطر. لا، اسمع الكلام يا حبيبي، حاضر، ما تمشيش عكس ما النظام التعليمي عايز، حاضر.
فاكرين لما هقول لكم ايه بس، فاكرين لما العالم كله اجتمع ان شهاده كورونا دي، التطعيم من الكورونا، عشان تشتغل وعشان تسافر ومش هينفع تتحرك غير بيها؟ ده من ايه يا كينج؟ طب العالم كله سمع الكلام. ليه يا كينج؟ ما هو العالم كله لازم يسمع الكلام، لان العالم كله هو عباره عن قوالب اجتماعيه كله بيسمع الكلام. لكن اول ما دوله في العالم او ناس في العالم يبداوا ما يسمعوش الكلام، امريكا تهد الدنيا، تزلزل الدنيا. فالنظام التعليمي في الدول العربيه بايظ، بيطلع الناس بايظه متعلمه تعليم اي كلام. المؤامرات الاجتماعيه، هدم العلاقه ما بين الراجل والست في بيتهم. فالراجل والست دلوقتي بقوا عباره عن اتنين بيكرهوا، اتنين ضد بعض، ضد بعض. الراجل ما بقاش مآمن للست، والست مش مآمنه للراجل. ده نايمين ما اقصدش حاجه، عايشين مع متجوزين بعض يعني، بس ما حدش فيهم مآمن للتاني، خايف من غدر التاني. فالست تحاول تحصن نفسها. حصن نفسي بقى ان انا بقى ايه، يبقى في ايدي ورق عليه وفي ايدي حاجات عليه، لو لعب بيديله كده ولا كده اطلع 200 طب والراجل ما والله ما ليس له ولا حول ولا قوه، بيمشي دنيته. لو ما مشاش دنيته مراته هتشتكيه، وتصنع مظلوميه للست من خلال رجال الدين اللي بيقوي الراجل على الست. مراتك بتشتغل، ليك جزء في فلوسها. مراتك تنفع تشتغل ولا ما تشتغلش. ومع ضغط الحياه على الانسان المسلم فغصب عنه ساعات ممكن ينزل مراته تشتغل، او ان هو عنده حريه ما تشتغل عادي لو شغل محترم. كل دي حاجات يا جماعه بتصنع مظلوميه بين الراجل والست، تصنع نوع من انواع الحساسيه. انت مالك؟ انت مراتك بتشتغل ولا ما بتشتغلش، بتكسب ولا ما بتكسبش؟ اي نعم، الست لازم يكون عندها وعي. طالما الراجل سمح لك انك تشتغلي، طبعا لازم ان انا احس بالبيت بتاعي. ما يبقاش الراجل طلعان ميتين امه وعايز يشتغل شغلانه وشغلانتين عشان يكفي بيته، وانت رايحه تشتغل علشان هتطلعي رحله مع صحباتك. مش ما تركبش. وانت رايحه تشتغل عشان تجيبي علبه ميك اب من نيوزيلندا، ما تركبش. مفيش حاجه في الجواز يا جماعه اسمها ينفع ولا ما ينفعش، لازم الاثنين يكون عندهم روح الجواز. ما ينفعش تاخد كلام شيخ من الشيوخ، مراتك ان كانت بتشتغل لازم تاخد من الفلوس مفيش الكلام ده، ما ينفعش. زي بالظبط ما بنطلب من الستات ان هم ما يسمعوش للافكار النسوي ولا في ميمي الكلام ده، لازم نطالب من الرجاله برضو كده. لازم في روح في الجواز، لازم الاثنين يكون في نقاش بينهم وفي حب بينهم وتفاهم بينهم وحاجات حلوه بينهم وحاجات جميله بينهم، عشان يستمر الجواز ان شاء الله. ما هو الجواز ده مش بس نص الدين، لا ده هو اللي هينتج بقى المسلمين الكويسين اللي هيحملوا الامه واللي هيشيلوا الامه واللي. فكل دي حاجات ضد الامه الاسلاميه. المسلم ده لو في بيته مصنوع له عدو مراته او اخته او امه، مصنوع له عدو بيستنزف قوته. طب انت المفروض كمسلم انت عدوك امريكا او الكيان، طب هتهاجمهم ازاي ولا تصيبهم بمشكله ازاي ولا تدمرهم ازاي وانت في بيتك اصلا عندك عداوه بتستنزفك، عداوه بتستنزفك. ومش بس يا جماعه المجتمعات المسلمه هي المقصوده، لا هي كل المجتمعات مقصوده، لكن المجتمع الاسلامي لانه لسه واقف على حيله شويه، الدين الاسلامي لسه واقف على حيله شويه، لان في رجال مسلمين صح بيحاولوا ان هم اللهم صل على سيدنا النبي. خلاص يا جماعه، فالمسلمين لو رجعوا لدينهم دي ان شاء الله باذن الله تعالى هو ده هيكون جيل التمكين. يا ظهر يعني، الله يسلمكم، الله يبارك فيكم يا رب، الله يبارك فيكم يا رب. مزاجك متعكر؟ لا والله انا زي الفل، بس مش يعني جات لي نغزه كده، الحمد لله. حبيب الوليد على راسي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. اتكلم على الشيشان هنتكلم، بس ده بقى ان شاء الله في فيديوهات باذن الله، باذن الله باذن الله باذن الله يا اخوان، باذن الله. ايش رايك في كلام توفيق عكاش هجاص؟ يا جماعه نفهم بقى.
كل الناس اللي بيقولوا ان هم متنبئين دي ناس بتضرب 500 رصاصه 1000 رصاصه، صابت واحده منهم يقول لك تمام. الم يخبرك الكينج قبل حرب ايران دي في فيديو اسطوري مثبت على الصفحه رقم 3 ان خلي بالك، خلي بالك كويس جدا، طالما ان امريكا دخلت فنزويلا يبقى بتؤمن نفسها ضد اي تحرك من الدول العربيه وخصوصا السعوديه انها ممكن تقفل ماسوره الايه؟ النفط. ما هي نفس الفكره، ان ايران تقفل مضيق هرمز، صح؟ طب هل كان ممكن يا كينج ايران امريكا تخش فنزويلا وما تخش ايران بعدها؟ اه عادي. لو مش في العصر اللي احنا فيه ده كان عادي. طب ما امريكا سايبه ايران بقى لها 500 سنه، جت جنبها. طب ما امريكا مستحوذه على نفط العالم كله، ما امريكا كانت زمان موجوده في فنزويلا. امريكا زمان ما كانت تستثمر في النفط الفنزويلي وما كانت مستحوذه عليه كله، ما دخلتش ايران ليه؟ يبقى تداعيات الوضع بقى، يبقى انت المفروض تكون فاهم من هنا. سيبك من التنبؤات. واحد النهارده دخل عندي بيقول لي دكتور توفيق عكاشه، يعني توفيق بقى دكتور؟ يعني انزلوا الناس منازلها يا اخوانا، انزلوا الناس منازلها. توفيق بقى دكتور؟ يا خرابي يما. يا كينج تتوقع الصين هتدعم بشكل مباشر ايران؟ لا، الدول العظمى ما بتخشش في حرب ضد بعضها. الدول العظمى لا تدخل في حروب ضد بعضها عشان الدول الصغيره، ده مش موجود. امريكا هتخلص على ايران وتاخد 80% وتسيب 20% للصين وروسيا، ترضيه، ترضيه بين الدول الكبيره. هو دوت اللي بيحصل وهيحصل، لان احنا نعيش في عالم ذو قطب واحد امريكا. لو احنا عايشين دلوقتي ايام الاتحاد السوفيتي كان ممكن، لان امريكا لم تسمح للاتحاد السوفيتي بالاستفراد بكوريا. حصل زمان نفس اللي بيحصل في ايران في كوريا، بس كان اللي بيهاجم كوريا الجنوبيه، كان اللي بيهاجم كوريا الشماليه والصين والاتحاد السوفيتي. دمروا كل كوريا الجنوبيه واحتلوها. امريكا وقتها ما ينفعش تسكت. راح الادميرال الامريكي، واحد من اشهر الناس في تاريخ امريكا في الجيش، جاك ارثر، عمل انزال تاريخي بطولي على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبيه، وبدا يطرد القوات الاتحاد السوفيتي والصين والمش عارف ايه الكلام ده كله، لحد ما عملوا معاهده بين البلدين. لان كان وقتها صراع قطبي على مين يرأس العالم، امريكا ولا الاتحاد ولا امريكا. انما دلوقتي مفيش صراع، امريكا بس، امريكا بس. لا ظهر. ما الذي سيرضي امريكا لانهاء الحرب؟ اتكلمنا طبعا كتير جدا على ان اللي يرضي امريكا النهارده ما يرضاش بكره، معروفه كده. لان كلما زادت تكلفه الحرب على امريكا هتطلع الوحش ده ازاي؟ انت بتهاجم في غير ارضك يا جماعه، ما حدش يتخيل اليه ان امريكا زعلانه عشان شويه الصواريخ اللي بتحدفهم ولا الحاجات اللي بتحدفهم. انا بحارب في ارض غير ارضي. طبعا في خسائر، طبعا في خسائر، الجنود عندي ممكن يحصل، طبعا عادي، ايه المشكله؟ انما مين اللي بينضرب؟ الخليج، ما عادي، امريكا تقول لك ما عادي. اما بحارب في ارض غير ارضي ده بيفتح لي البوكس كده وبراحتي. فاللي يرضي امريكا النهارده ما يرضاش بكره. امريكا داخله الحرب دي، قبل ما تخش الحرب كانت عايزه تعمل اتفاق، صح؟ الاتفاق ده فيه ايه؟ فيه الصواريخ البالستيه الايرانيه، وفيه النووي، وفيه نفط ايران ما يروحش للصين. وظهرت تقارير كتيره جدا ان اتفاق جنيف ايران فعلا ابدت موافقتها على النووي، ولو ضغطوا عليهم كانوا هيعملوا حاجات تانية، صح؟ بس ما ينفعش. الله، ليه يا كينج ما شرح لنا الكينج؟ اولا عشان ما تكررش غلطه كوريا الشماليه. امريكا عملت نفس الكلام ده مع كوريا زمان، قعدت معاها وعملت اتفاق وكوريا مضت 5 سنين وكوريا راحت عملت القنبله. ليه؟ انا مهما كنت مفتش على كوريا هم يعرفوا يخبوا عني، دي بلدهم مش بلدي. فده رقم واحد. اتنين، زمن مساحات الحريه اللي امريكا بتعطيه للدول انتهى. امريكا لن تعطي اي مساحه من الحريه لاي بلد تانية. ليه؟ لان هيمنتها في خطر. الصين 20 تريليون دولار الناتج الاجمالي المحلي، امريكا 30، يعني بقى 10 تريليون. كارثه. لان لو الصين عدت امريكا ده هيحفز البلاد التانية انها تعدي امريكا في حاجات تانية.
فينكسر حاجز الخوف من العالم ضد امريكا. فامريكا اي بلد هتعدي مساحتها من الحريه تاني، وانا اتوقع ده بقى مش تنبؤ، توقع بناء على المعطيات. البرازيل والصين عملوا اتفاق تاريخي ان هم يتداولوا فيما بعض بالقيمه المحليه. امريكا بتحترم الصين، لكن البرازيل هتخش تضربها. اعتقد بنسبه كبيره جدا الهدف الجديد بعد فنزويلا البرازيل. عقوبات بقى اقتصاديه، حرب عسكريه، اللي انت عايز تقوله قول. امريكا مش هتسمي على حد، لن تسمح باي مجال من الحريه، ولازم توري العالم كله اي حد يتعدى حدوده هيحصل فيه ايه. عشان كده ايران لازم تكون عبره. ما ينفعش اقعد امضي معاها اتفاق، لا، لازم اخليها عبره للي وراها. خلي اللي وراها اللي يشوف هيحصل فيه ايه، هيتدمر عنده ايه. خلي كل البلاد ترتجف كده اهو، كده اهو. هل انشغال امريكا بالشرق الاوسط يمنح موسكو فرصه لانهاء ملف اوكرانيا بشروطها؟ لا، هي فرصه لو احنا موجودين في درس دراسات، انما الحقيقه حاجه تانية. اللي موجود على الواقع حاجه تانية. ناس كتيره جدا تتحدث ان في اتفاق ضمني ما بين الدول القوى العظمى الثلاثيه اللي في العالم. اه, فنزويلا وايران لامريكا، وتايوان للصين، واوكرانيا لروسيا. مفيش الكلام ده. امريكا لا تتنازل ابدا ابدا. امريكا ما تقعدش وتتنازل وترمي اوراق تفاوضها كده وتقول خلاص انا هسيب لكم دي واخد. مفيش الكلام ده عند امريكا. دي الفا، والالفا يا جماعه لو تنازل كده بيوريهم ان هو ضعيف. صح، الالفا ما يتنازلش. بتتفرج على وزير الحرب الامريكي وهو طالع بيتكلم بكل ثقه، تتفرج كده منتشي بالجيش الامريكي والهيمنه الامريكيه والادوات الامريكيه في العقوبه، منتشي حاسس بقيمه بلده وقيمه الكرسي اللي قاعد عليه. ده لو ابدى ضعف مع حد قدامه، خبر اسود، يا خبر اسود ومهبب. ده هيجرئ البلاد على امريكا، يقول لك امريكا بقت هيتيا. ما ينفعش. عايزك تركز وانت بتدرس الحاجات، ولازم تدرس علم نفس البشر، لان ده هو اللي بيفسر لك ترامب ازاي بيفكر، الكيان ازاي بيفكر، اوروبا ازاي بتفكر. مش لسه كنا بنتكلم في فيديو النهارده؟ اوروبا دلوقتي مبسوطه جدا ان امريكا منخرطه في الحرب. ليه؟ عشان تسيبها من جرينلاند شويه. فشويه انجلترا تقول لك انا هخش الحرب، وشويه فرنسا تقول لك لا مش هخش، لا هخش، لا مش هخش، لا هخش. بيلعبوا امريكا. بس خلي بالك، وقت ما يحسوا ان في خطر وجودي على امريكا او الكيان كلهم هيخشوا الحرب، لان المعسكر الغربي قوي في تحالفاته. هي دي بقى السياسه. افهم السياسه كده، افهم السياسه كده. وخلي بالك برضه، لا يريد الاوروبيين الانخراط زياده عن اللزوم في حرب امريكا وايران، علشان برضه زي ما انت بتقول كده ايه، عشان روسيا ما تستفردش بالايه، باوكرانيا. شطرنج. ده بيقدم الفيل بتاعه، ده بيأخر الطابيه، ده بيقدم الوزير، ده بيأخر مش عارف مين، ده بيطلع الحصان كده. انما سياسه الارض المحروقه كده كده ما فيش الكلام ده. ابيض واسود دي مش موجوده، ابيض واسود دي مش موجوده في السياسه خالص. يا ظهر. امريكا تنازلت في فيتنام، ايوه طبعا، لما حست ان في مقاومه ضدها جامده، مقاومه بجد. ناس مش هيقبلوا ان هم يبيعوا. امريكا هتستمر شويه في فيتنام، شهر 2 3 4 6 7 5 شهور، سنه سنتين، وبعد كده اما تلاقي ان الخسائر اكتر من المكاسب خلاص هتتراجع. خلاص. امتى بقى الكلام ده يحصل؟ لما يكون الناس عندهم عقيده صح. ليه امريكا قعدت عشان تعمل وقف اطلاق تك في غزه؟ امريكا ما تقعدش الا اذا كانت اتهزمت، ما نفعتش الحرب، فبتاخد هدنه شويه، او ماشي يلا نعمل وقف اتفاق ويعني احنا هنلتزم بيه. امريكا ضد بلد بتقاومها، امريكا تخسر. امريكا ضد بلد عندها عقيده، امريكا تخسر.
امريكا ضد بلد واثقه في نفسها، امريكا تخسر. لكن غير كده مفيش. وطبعا الفلاسفه بيتكلموا على موضوع فيتنام وموضوع افغانستان. ليه امريكا خسرت في الحروب دي او استنزفت؟ زي ما كنت بكلمك من شويه عن حاجه اسمها الفير فاكتور. امريكا مخوفه العالم كله بالفير فاكتور. اقوى جيش واقوى اقتصاد واقوى سياسه واقوى مش عارف مين واقوى. فالعالم واخد خطوات انكساريه انهزاميه من امريكا. يعني امريكا واقفه هنا، وبدل ما العالم يقف هنا لا العالم واقف هنا، بعيد قوي عن امريكا، مرعوب من امريكا. طب عامل الخوف ده بيتكون ازاي؟ ان انت كل يوم الاقتصاد الامريكي وصل 500 تريليون دولار، الجيش الامريكي قدر يصنع طياره بتطير في الفضاء، الجيش الامريكي مش عارف ايه. فده بيربي حاجز الخوف عند امريكا، زي في الكوره كده. بخاف من الاهلي، لا ده الاهلي جايب صفقات هيدمرني بيها. طب لو في فرقه كسبت الاهلي، ده بيجرأ الفرق الثانيه. طب فيتنام وافغانستان، دي ناس ما عندهاش تلفزيون اصلا تتفرج على رامبو، تتفرج على ان في فيلم امريكي الارنولد شوارزنيجر بيخش الكتيبه الامريكيه تخلص على جسم الكامل. فمش متكون لديهم الخوف من امريكا. فدخلت قصاد حرب، راجل قصاد راجل، سلاح قصاد سلاح. انا مش هاخد منك قفزات انهزاميه للخلف، لا. انا ما اعرفكش اصلا، وانا اعرفك، انا ما اعرفك ولا عمري سمعت عنك. ايه مين هو اسطوره الجيش الامريكي؟ ما اعرفكش. فدخل راجل قصاد راجل. وصلت؟ عشان كده امريكا هوليود بتبرز دايما في الفن بتاعها الهوليودي عظمه الجندي الامريكاني، وان هو في الحرب ما بيعملش حاجات غلط وعنده شرف وكرامه ومش عارف ايه، انما هم اسفل السافلين. كنا سمعنا يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. كنا سمعنا يا جماعه ان امريكا الفتره اللي فاتت اغرقت سفينه كانت بتعمل مناورات في الهند، سفينه ايرانيه مالهاش علاقه بالحرب، كانت رايحه الهند وعملت مناوره وبعدين راجعه. فالقانون البحري يا اخوانا بيلزم الدول في الحروب ان انت حتى لو وقعت سفينه تنقذ الناس اللي فيها، ده قانون بحري شرف. لكن امريكا ما عملتش كده، سابتهم كلهم يغرقوا. بل وطلع وزير الحرب الامريكي بيت هيجست يفتخر بحاجه زي كده. زمان في الحرب العالميه الثانيه حصل، ركز بقى معايا كده، والله امريكا ده لو حد يعرف حقيقه امريكا، في معركه بحريه ما بين انجلترا وما بين المانيا. فالسفينه الالمانيه ضربت السفينه الانجليزيه، فالالمان عندهم حتى شرف في الحرب العالميه الثانيه، وهم الفايرن تخت والرايخ الثالث وجرمانيا، وكانوا مدمرين الدنيا، والنازي الكلام ده. كانوا عايزين ينقذوا البحاره البريطانيين عشان ده شرف البحر. راحت امريكا داخله بالطيارات مدمره البحاره البريطانيين ومدمره البحاره الالمان كله. راحت المانيا انسحبت، ومن وقتها اعلنت المانيا ان مفيش حاجه اسمها شرف في البحر. كل ده بسبب امريكا. طب امريكا ليه يا كينج غليظه الى هذا الحد؟ ليه بنحس يا كينج ان امريكا اكتر بلد ما عندهاش شرف، اكتر بلد شرسه، اكتر بلد عندها قوه ناريه بتدمر؟ ليه؟ نرجع بقى للاسطوره للكينج حكاهان، ان من 500 600 سنه هاجر ناس من اوروبا، من فرنسا وانجلترا الى امريكا، وهم اللي اسسوا امريكا. في السؤال هنا، مين اللي هيسيب بلد الام؟ جاوبوني في الكومنتات، جاوبوني في الكومنتات. مين اللي هيسيب بلد الام؟ الله ينور عليك، برافو عليك. ايوه كده، عصابات المجرمين، الصيع، البلطجيه، قلالات الادب اللي ما لهمش اصل، الوساخه، المنبوذين. فتخيل الناس دي هم البذره اللي اتزرعت في امريكا، فنسلهم هيكون ايه؟ ناس شبههم. عشان كده امريكا اكتر بلد لا عندها شرف ولا عندها اي حاجه خالص، لان النسل بتاعها وسخ. وصلت؟ برافو عليكم. ايوه كده، عايزين نصحصح مع الكينج، نصحصح كده مع الكينج. اللهم صل على سيدنا محمد. حبيبي يا عمار، على راسي، ربنا يبارك فيك حبيبي. في ملفات قديمه لازم تخلص منها يا كينج، زي 8 كيكه. ايه 8 كيكه دي؟ معرفش يعني ايه 8 كيكه.
ليه تكتفي الصين بالصمت رغم تهديد الحرب لامن طاقتها؟ ما احنا لسه متكلمين يا جماعه، ما ينفعش. ما ينفعش اي بلد تدخل ضد امريكا، ما ينفعش اي بلد تشتري عداوه امريكا. انا امريكا هقفل لك مضيق هرمز، انت يا صين اتصرفي، انا مالي، تصرفي، عليك انك تتصرفي. انت مش عندك دوله ودوله حلوه؟ طب اتصرفي يا اختي، هاتي بقى نفط من روسيا ولا من اي دوله تاخدي، ولا خدي النفط من امريكا بالسعر اللي انا عايزاه، ولا ما تاخديش خالص. انما الصين مش هتخش حرب طالما ان السياده الصينيه لم يتم الاعتداء عليها. يعني لو صحينا بكره الصبح لقينا طياره امريكيه بتضرب حاجه في الصين، لا الصين هتعلن الحرب ثاني يوم. بلد محترمه، بلد محترمه. طب خلي دلوقتي امريكا تعلن ضم تايوان ليها لامريكا، الصين ولا تتحرك من مكانها، لان ده مش تعدي على السياده الصينيه. هيكون في تنديدات وممكن تحركات عسكريه ومش عارف، ممكن الصين ترجع للحرب، ممكن، لكن ده مش تعدي على السياده. بنسبه 95% الصين هتتفرج. لكن ان امريكا تضرب سفينه صينيه او تضرب طائره صينيه او موقع صيني، لا وسع لي كده، الصين مش هتهرج. سياده دي بقى اسمها السياده. الصين برغم ان امريكا هتقطع عنها شريان النفط بتاع ايران وبتاع الخليج العربي كله، مش هتتحرك من مكانها. نهايه الحرب اعتقد بحسب وجهه نظري شهر، بس خلي بالك كل يوم الحرب هتخفت شويه وهتبقى حاجه عاديه جدا. كل يوم كده مش عارف ايه، انما مش هتستمر ابد العمر، لان ما ينفعش تستمر. لان حتى لو كانت امريكا كسبانه عسكريا واقتصاديا من الحرب دي، بعد شهر هتخسر. كسبانه عسكريا خلاص، هي بتدمر كل حاجه في ايران والبنيه التحتيه وكل حاجه والصواريخ ومنصات الاطلاق وسيطرت على الجو والبحر وكل حاجه، دي عسكريه. طب اقتصاديا، امريكا دلوقتي بعد ما الغاز والبترول وقفوا، بقت هي بتصدر غاز بسعر غالي لاوروبا، ده واحد. اتنين، النفط بتاع فنزويلا سعره دلوقتي بس ما ينفعش. بعد 30 يوم هتبدا تظهر اثار التضخم على الدولار. لما يزيد سعر البترول يا جماعه، يعني هيزيد سعر كل حاجه، دي سعرها هيزيد، ده سعره هيزيد، كل حاجه سعرها هيزيد. ده تضخم، يعني زياده سعر المنتجات والدولار قيمته ثابته، يعني الدولار بيتهاوى، بيتضخم يعني قيمته بتقل. كارثه، كارثه. فلازم امريكا خلال الشهر اللي احنا فيه ده، يعني ابدا من اول ما ضربوا مثلا شهر، شهر ونص بالكتير قوي، لازم يخلصوا الحرب دي باي طريقه كانت، الا النووي. يسالني ناس كتير جدا، يا كينج هل ممكن امريكا تستخدم النووي؟ يا ظهري. عشان نجاوب على السؤال ده لازم الكينج يفرضه لنا واحده واحده. احنا مش موجودين في على النت عشان نجاوب يس او نو، لا عايزين نفهم. الدول بتاخد قراراتها بناء على اي اساس؟ نبدا واحده واحده. يا ظهر يمه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. عشان نعلم الناس المفاهيم التاريخيه والسياسيه، اسال نفسك سؤال كده: ايه اللي بيمشي ايه؟ السياسه تمشي الاقتصاد ولا الاقتصاد يمشي السياسه؟ لا يا كينج، انت علمتنا يا كينج ان الاقتصاد بيمشي السياسه، صح. يعني البلاد في العالم بتحرك قراراتها السياسيه بناء على مصالحها الاقتصاديه. انا بشوف الفلوس فين والبترول فين والثروات فين وبتحرك سياسيا وعسكريا، حلو كده، بصنع قراراتي بناء عليه. لكن في حاله واحده بس السياسه فيها هي اللي بتمشي الاقتصاد مش العكس. حد يعرفها؟ وانها كتير، اشتغلوا معايا كده. حاله واحده بس السياسه فيها تمشي الاقتصاد، الهيمنه لا، الحرب لا، الجغرافيا لا، انتوا فين؟ الله عليك، تسلم، ايوه كده، برافو عليكم. الامن القومي، لما يكون الموضوع فيه امن قومي، بمعنى لو ايران دي جنبها جزر واتعرض على ايران ملايين مليارات المليارات عشان تبيع الجزيره اللي عندها دي، ما ينفعش تبيعها، مع انها فلوس هتخش لها، بس ما ينفعش. ليه؟ لان ده خطر على الامن القومي بتاعها. كده ماشي، فهمنا كده يا كينج. يبقى احنا كده عندنا حاجه بنمشي عليها في كل حاجه في حياتنا: الاقتصاد بيمشي السياسه، لكن السياسه بتمشي الاقتصاد في حاله الامن القومي بس. حلو كده، تمام. طب الجغرافيا والتاريخ مين بيمشي مين؟
كينج، الجغرافيا هي من تصنع التاريخ، لان مش هيكون في صراع بين الهند وباكستان لو الهند موجوده في افريقيا وباكستان في اسيا. يعني جغرافيا البلدين ان هم قريبين من بعض هي اللي صنعت تاريخ البلدين في الصراعات. البلاد اللي في العالم اللي تم احتلالها، مصر ليه كان دايما هدف الدول انها تحتل مصر؟ لان مصر في قلب العالم، فاي حد عايز يسيطر على العالم كله عايز يسيطر على مصر لانها قلب العالم. فجغرافيا لو مصر دي موجوده جوه شويه في افريقيا ما كانش حد احتلها عمره ولا كان حد فكر فيه. اذا الجغرافيا هي اللي بتنشئ الصراعات بين الدول، هي اللي بتصنع تاريخ العالم. والجغرافيا ما بتتحركش. يعني ايه عمرك سمعت ان في بلد اتحركت من اسيا راحت افريقيا؟ مفيش الكلام ده. يبقى الجغرافيا هي اللي بتصنع تاريخ العالم. جغرافيا ايران ومكانها يحتم على امريكا عدم استخدام القنبله النوويه. ليه يا كينج؟ لانها هتضر الكيان. عشان كده الكيان ما بيستخدمش السلاح النووي مع غزه. ما بدل ما كان الكيان ده بيضرب كل يوم في غزه ومش عارف يخلص عليهم، ما يحدف عليهم قنبله نوويه وخلاص. ما ينفعش، لان هو هيتاثر بالغبار النووي والضغط النووي والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي. اما عن النووي التكتيكي، يعني ايه نووي تكتيكي؟ اذا كان الدول ما بتقدرش تسيطر في القوه الانفجاريه للقنبله العاديه، هتقدر تسيطر على قوه انفجاريه لقنبله انشطاريه؟ ازاي دي؟ محدش يقدر يتخيل القنبله النوويه دي لما تفرقع هتعمل ايه عشان يتحكموا فيها. ايه، بدل ما نحط ذرتين نحط ذره؟ ما هتبقى كبيره برضه، وممكن توصل بالرياح والحاجات واختلاف الجو ممكن توصل ليه. فما يعملش كده عمره، مستحيل. مستحيل، انسى الكلام ده خالص. انسى، دي مش موجوده خالص في الاذهان، لان هيكون في خطر وجودي على الكيان والدولار وتايوان، ثلاثه من اجلهم امريكا تقوم الحروب اللي في الدنيا كلها. هم دول بس. فامريكا مش جنب ايران، يعني مش هتتضرر بس كان هينضرر. عشان كده امريكا ما تحتاجش القنبله النوويه ابدا. يا ظهري انا. ترامب بيقول الحرب الايرانيه انتهت الى حد كبير. يا رب، يا رب يسمع من بقه إيه؟ لا، من بقه هو ايه؟ يقولوا في داهيه، يسمع من بقك ربنا. امين يا رب. بحبك يا كينج، وانت بتاخدنا وتسافر لبعيد. حبيبي على راسي، تسلم، ربنا يخليك، تسلم. اشكركم يا اخوانا، كلكم على راسي من فوق والله. سلاح ترهيب يا كينج فقط. اي نعم دي حقيقه، اي نعم دي حقيقه. حبايبي ربنا يخليكم، ربنا يخليكم. ليه عايز الحرب تنتهي؟ عشان اخواتنا في الخليج. هي هتكون عايز الحرب تنتهي ليه؟ ايه، حاطط فلوس في البتاع وعايزها تزيد ولا تقل؟ عشان اخواتنا في الخليج، ربنا يحافظ عليهم. طبعا قلبي بيتعصر على اخواتي في الخليج، ربنا يبارك فيهم يا رب وربنا يحفظهم. انا مش مبسوط ان هم بيحصل فيهم كده خالص اطلاقا، ولا اي دوله، مهما كان في مشكله بيننا وبين سياسات اي دوله عربيه. دي حاجه ودي حاجه، مش عايزين نخلط الامور يا اخوانا. ليه؟ انت لو في بينك انت لو شايف ان في مشكله بينك وبين سياسه اي دوله عربيه، صح؟ هو اللي هيتدمر دلوقتي مين؟ مش النظام العربي اللي انت مش متماشي معاه، ده اخواتك المسلمين. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. انتوا يا جماعه بتخلطوا كل حاجه ببعض، غلط. لازم يكون عندك عقيده الولاء والبراء. اخواتك اللي في السعوديه دول اخواتك، اخواتك اللي في الامارات دول اخواتك، اخواتك اللي في قطر دول اخواتك، اخواتك اللي في اليمن دول اخواتك، اللي في الكويت اخواتك، اللي في الاردن اخواتك، كل دول اخواتك. انت مختلف مع الانظمه بتاعتهم في حاجات معينه، ما تخليش تتمنى ليهم الشر. ما ينفعش. عقيده ولائك وبراءك بتحتم عليك ان انت اهم حاجه عندك اخوك المسلم. انا الواحد والله العظيم يا جماعه انا عايز، قسما بالله قسما بالله قسما بالله، الناس بتبعت لي هدايا من كل الدول. والله العظيم في ناس من هامبورج في المانيا بعت لي هديه، واحد سوري من هامبورج بعت لي هديه، واحد من الدنمارك فلسطيني بعت لي هديه، واحد من الاردن استاذ محمد ابو زهره حبيب قلبي روح قلبي اقسم بالله بعت لي هديه. هو يعني بعت لي هديه ليه؟ وعايزني اطلع اعمل له ايه؟ حب بين الاخوه بس، هو ده اللي لازم يمشي المسلمين. انما المشاحنات والحاجات دي كلها وانك تفرح في اخوك المسلم، ده انت كده كارثه يا ابني. المسلم من سلم المسلمين من لسانه وهادئ. لما تقعد دلوقتي تقول ايه؟ انا نفسي ان دول الخليج كلها دي تتدمر. طب تتدمر ليه؟ انت عايز دول الخليج تتدمر ليه؟ يخرب بيت ابوك. اشق دماغي. اه ده جاي جنب دي يا كينج، اشق دماغي. حرام عليك،
حرام عليك. كانوا فين يا كينج مع غزه؟ مجرد سؤال. اسامه السعيد زكي، حبيبي يا سمسم، ما احنا قلنا اهو. واين كان العالم كله مما يحدث في غزه؟ لو كبرنا البوصله يا جماعه كلنا متعصيين. انت عشان دلوقتي شايف ان دول الخليج ما ساعدتش غزه انت تتمنى ليهم الشر؟ ده ازاي دي؟ تركب ازاي دي؟ ما ينفعش تركب، ما ينفعش تركب، لان انت لو كبرت العدسه انا وانت متعصين. احنا فين في اللي بيحصل في غزه؟ انا كينج، انا فين من اللي بيحصل في غزه؟ انت فين من اللي بيحصل في غزه؟ بس يا كينج كان يجب على دول الخليج انها تستخدم سلاح البترول عشان تهاجم بيه امريكا ومش عارف ايه وتدمر. طب وليه انت عايز دول الخليج هي اللي تضحي بنفسها؟ الكلام ده نقول عليه امتى؟ لما الدول العربيه والاسلاميه تكون كلها مجتمعه، ودول الخليج تتخلف، نقول والله ان دول الخليج مش كويسه، ماشي تمام. انما ما كل واحد بيدور على مصلحته. اشمعنى دول الخليج اللي هنطلب منها انها تستخدم الاسلحه بتاعتها ضد امريكا؟ طب بعد ما يخلصوا بقى على غزه يخشوا على دول الخليج، طب احنا هنعمل ايه؟ العالم العربي هيعمل ايه؟ يا رب اللهم انصر دول الخليج يا رب. لا، لازم الانسان المسلم يكون في كل معتركات حياته يفهم دي تشتغل عنده. العالم العربي والاسلامي كله خذل غزه. ايش نضحك على بعض؟ خذل غزه وسمي الخذلان ده ايا كان. لكن ده ملوش علاقه ان انت لما يحصل حاجه في دوله نظامها انت مختلف معاه ان انت تتمنى للمسلمين السوء. دول اخواتك المسلمين. ما ينفعش، ما ينفعش. لو كبرنا العدسه شويه وبعدنا شويه كلنا مقصرين في غزه. انا مقصر في غزه. اخواتي بينضربوا هناك وانا عمال اعمل فيديوهات. ايه 7 ايه؟ فيديوهات ايه يا كينج؟ انت عشان يا كينج معركه امنه طالع بتكلم غزه ومش عارف ايه ويا جماعه. ده مش كفايه، لكن ده اللي اقدر عليه. لكن انا عارف ان انا مقصر وانت مقصر وانت مقصر وانت مقصر وانت مقصر. احنا مقصرين. في ناس تانية غيرنا خونه بيخونوا اهل غزه. لا دي حاجه تانية. دول مش مسلمين. اي حد بيخون اهل غزه ده مش مسلم. انما احنا، طب احنا مقصرين مع غزه. انا ككينج مقصر مع غزه وانت مقصر مع غزه وفلان الفلاني مقصر مع غزه وفلان الفلاني مقصر مع غزه. لكن ده ما يخلكش ابدا تتمنى يا تحصل حاجه لاي دوله عربيه او اسلاميه دينها الاسلام والمسلمين موجودين فيه ابدا. مصر عملت اللي تقدر عليه لغزه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا يبارك في مصر، واقفه زي الاسد ضد مشاريع الكيان وامريكا في الشرق الاوسط، وطبعا بتدعم غزه بكل ما اوتيت من قوه. مصر ام الدنيا، طبيعي انها تحس بالحنين لبنتها غزه ولبنتها سوريا ولبنتها فلسطين ولبنتها ليبيا. مصر ام الدنيا. عشان كده مصر تستحق انها يتقال عليها ام الدنيا، لانها تفعل كل شيء عندها علشان تحاول ان هي تقوض المصالح الامريكيه والكيانيه في المنطقه. لو انت المسؤول الاول في ايران قرارك اللي هيحصل ده يكون في ايه؟ قرار البقاء. خلاص انا وريت العالم دلوقتي ان انا عندي قوه. لا هقعد مع امريكا دلوقتي واتفق. لازم اقعد واتفق، لان استمرار الحرب زاد عن اللزوم خطر. خطر على دولتي نفسها، على معنى الدوله بالكامل. لا لازم اقعد واتفق واحط في بالي ان انا اعمل زي كوريا الشماليه من تحت لتحت كده اصنع قنبله نوويه. يا جماعه في 2008 ظهرت فيديوهات لاحمد نجاد الرئيس الايراني السابق وهو جوه المفاعل النووي الايراني. الناس دي بتستهبل. فتم طبعا واخد الصور دي والفيديوهات دي ودراستها في الكيان وامريكا. ده في كذا مفاعل طرد نووي وكذا معامل طرد مش عارف ايه. يبقى كده بيصنعوا امتى؟ هيصنعوا بكره يصنعوا دي خيابه. اللي كتب ايران بتعمله دي خيابه. لازم تعمل زي كوريا الشماليه. انا لو مكان ايران دلوقتي انا هقعد مع امريكا واتفق خلاص يا جماعه نوقف الحرب بقى خلاص، وخد اللي انتوا عايزينه، بس ما ينفعش تيجي برضه عليها زياده قوي. الصين ما في 60 ده هي الصين. الصواريخ البالستيه ما في 60 ده هي الصواريخ البالستيه. النووي ما في 60 ده هي النووي بس من تحت لتحت. يا ظهري.
اللهم صل على سيدنا محمد. منور يا كينج محمود حبايبي. توقفت الحرب يبقى 100 100، يبقى 100 100. خف هجص. الغريب يا محمد انك بتقعد قدام اللي بيحتقرك وتقعد تسقف له. للاسف يا محمد بتقعد قدام اللي بيتحكم في مصيرك وبيحتقرك وبتقعد تسقف له. يقول لك ان انت فيك العبر وتقعد تسقف له. جهله، شعوب جهله مورس عليها قرون من التجهيل المتعمد، عشان للاسف انا واللي زي ننخبط فيهم للاسف. الحرب العالميه القادمه ستكون على من يستحوذ على افكار الكينج. حلو السؤال ده، حلو الحته دي يا منتصر والله. تسلم يا منتصر، تسلم يا حبيب قلبي. اشكركم يا اخوانا. احيانا والله العظيم ما بقدرش الاقي الكلام عشان اعبر بيه عن امتناني ليكم. محدش يفكر يعني ان النرجسيه والحاجات دي حاجات حقيقيه، ده كلها حاجات مصطنعه. انا انسان طيب جدا وغلبان جدا ومتواضع الى ابعد درجه، الى اقصى درجه. بس يعني عادي بنهزر مع بعض شويه شويه كوميديا يعني. محدش ابدا يصدق الكلام اللي انا بقوله على يعني انه مرؤون والحاجات دي كلها حاجات هزار يعني. انا اقل واحد فيكم، انتوا اخواتي المسلمين، ربنا يبارك فيكم يا رب. كلكم تتفوقوا عليا بالذوق والشياكه والادب والاحترام والاخلاق الحلوه، كل الحاجات حلوه يعني. مش عايزين نحط الكينج في حته ان هو يعني مغرور والكلام ده. انا الحمد لله مش مغرور، الحمد لله بفضل الله. لكن امام الاعداء لازم الكينج يبان كده. احنا متفقين، انما بين اخواتي حبايبي انا اقل واحد فيكم. ربنا يبارك فيكم يا رب. اشكركم من كل قلبي. روتين شعرك يا كينج. يد الشخصيه. محمد رجب، واد يا محمد، مش الكينج عمل شعره كده؟ لو عمل شعره على جنب زي عبد الحليم هيبقى الكينج برضه. لو حلقه زلبطه الكينج برضه. بص الكينج ده وهو بيتكلم مستحيل ما تصدقش اي كلمه كينج بيقولها. ليه؟ العيون مع حركه الايد مع حركه البق بتبين ليك ان انت قاعد قدام شخص مرتاح وهو بيتكلم، مش بيلتفت حواليه كده ولا عينيه فيها زي بعض الشيوخ والعلماء اللي اسمهم رشدي والحاجات دي. تحس ان هو بيتكلم كده وفي تحس ان هو في خيانه في وشه، في طلاسم في وشه كده، تحس انه ايه ده يا كينج بقى. لو قعدت قدامه حد بيفهم شخصيات وازاي بيتكلم والحركات ايده والوش والكلام ده، هتعرف ان هم كلهم منافقين. كل دول منافقين، كل دول منافقين. فشعر الكينج الحاجات الحلوه دي كلها دي مع الكاركتر. الكينج لدينا لا خوف عليه، اوعى حد يقلق. طول ما الكينج معانا ما حدش يقلق. امل المسلمين الاخير والامه البشريه كلها. متابعك من فرنسا يوميا يا كينج، وفكك من الناس التعبانه. حبيبي يا دكتور على راسي، ربنا يبارك في حضرتك. تسلم يا دكتور. لا حرج في قليل من النرجسيه كينج حتى تلاحظوا من طريقه ردوده على الناس. حبيبي يا عمر، لا انا بين اخواتي المسلمين ما فيش نرجسيه، انسى دي خالص. انا اقل ما يكون مع اخواتي المسلمين، انما مع التانيين الاشكال التانيه دي لا، لازم الكينج يظهر اسد غضنفر. ليه؟ اما تيجي تبص دلوقتي مين هم اعداء الكينج؟ يا خبر اسود، ده الكينج هو اكتر واحد مستحوذ على اعداء في العالم. ايران عدوه الكينج، امريكا عدوه الكينج، المنبطحين من المسلمين اعداء الكينج، المطبلين من المسلمين اعداء الكينج، المضللين من صناع المحتوى والمحللين العسكريين والاستراتيجيين اعداء الكينج، الناس الغير واثقه في نفسها اعداء الكينج، الناس الخريانه مدريانه اعداء الكينج. ايه ده؟ اوروبا اعداء الكينج، الصين اعداء الكينج، روسيا اعداء الكينج، كل دول اعداء الكينج. فطب اعتقد ان الصين وروسيا وامريكا واوروبا وكل البلاد اللي في العالم هتتنافس فيما بينها على من يصفر بالكينج. الايف اور ديد بقى هم اللي. مين بيحبك؟ كل الناس المحترمه لذاتها. مستحيل تلاقي حد بيحب الكينج الا لو كان بيحب نفسه.
الا لو كان لا يسمح ابدا لاي حد باحتكاره، الا لو كان مستحيل يطبل، مستحيل يخون اهل غزه، مستحيل يخون المسلمين، مستحيل يفرح في اذيه المسلمين، مستحيل مستحيل مستحيل. بوصلته هي الدين، الدين وبس، لا يداهن ولا يجعل الدين مطاط. من دخل معانا ايران لا مش معانا. طب انا اتمنى ان ايران تهزم الكيان، لا مش معانا. طب اتمنى ان الكيان يهزم، لا مش معانا. المسلم بوصلته الدين بس، اخواته بس، الاسلام بس، ربنا بس، الرسول بس، الصحابه بس. ما يقعدش يداهن بقى. عارفين انتوا المداهنه دي؟ لا. كلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على كامل النور. في فتح مكه يا اخوانا، بص بقى على حلاوه حبيبك بقى وادب واخلاق. في فتح مكه الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى الامر للصحابه ان فلان وفلان وفلان ده همت اول ما تشوفوهم تك. فالمهم في واحد من الناس دي، طبعا سيدنا النبي قال من دخل بيت ابي سفيان فهو امن، فراح عند ابي سفيان. سيدنا ابو سفيان طرده، قال له انت ناقص وجع دماغ، عايز توديني في داهيه؟ الرسول قال يعني هيدمرك، وقول يا عم في داهيه. فالمهم ايه، مش عارف ايه، فضل الراجل يتحايل عليه. وبعدين سيدنا ابو سفيان بعد ما اسلم طبعا راح واخده وراح لسيدنا النبي، الشخص اللي الرسول قال عليه ايه. بص بقى، بص على حلاوه حبيبك بقى. فالشخص دوت راح لسيدنا النبي عشان يسلم عليه ويقول له بقى ايه، انا اشهد ان لا اله الا الله. فالرسول يديله ظهر، يروح له الناحيه الثانيه، فالرسول يديله ظهر. المهم الرسول قبل منه الايه، الشهاده بتاعته وخلاص وانتهينا. فالرسول بعد ما الراجل ده مشي بيكلم الصحابه بيعاتبهم، بيقول لهم الله، وانا مش قلت لكم يا جماعه لما تشوفوا الحد ده خلصوا عليه؟ فالصحابه قالوا له يا رسول الله، يعني ما احنا ما عرفناش برضه نعمل ايه، ده كنت طيب يعني اغمز لنا كده ولا حاجه كده بعينيك كده عشان نفهم. راح الرسول غضب جدا وقال بقى ايه، ما كان للرسول ان تكون له خائنه الاعين. يعني الرسول ما ينفعش يعمل الحاجات دي، عيب، ما ينفعش. الرسول لازم يكون واضح وصريح، لا يظهر ولا يخفي شيء. لا مفيش الكلام ده عند الرسل، لانهم مؤمنين بالله. ما ينفعش يداهن، ما ينفعش يعمل الحاجات دي. سيدنا النبي حبيبك، صلى عليه، صلى عليه. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى ارسل سيدنا النبي عشان يرحم كل الدنيا. مين كل الدنيا؟ كل الدنيا، العالمين دي كل الدنيا، الجماد واللبس والكينج وانت والمسلمين وغير المسلمين والملائكه والجبال والانهار. رحمه للعالمين، كل اللي في الدنيا دي كلها ربنا سبحانه وتعالى هيرحمهم عشان سيدنا النبي. الانبياء وسيدنا ادم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى والرسل والتابعين والناس الحلوه والائمه وانا وكل والتليفون، كل خلق ربنا الله سبحانه وتعالى هيرحمنا عشان سيدنا النبي. ما تصلي عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي ايه، يا محمد لو شئت جعلت امر امتك اليك. وهنا لازم نقف. الله سبحانه وتعالى بيخير سيدنا النبي، بيقول له يا محمد انا الاله، ربنا يعني بيقول يعني انا الاله شايف حبك على امتك، وواثق ان انت عايز الخير لامتك. لو انت عايز يا محمد تركت امر امتك اليك. يعني انت تقول مين يخش الجنه ومين يخش النار ومين يتعذب ومين ما يتعذبش ومين يخش الفردوس، عشان ربنا شايف قد ايه سيدنا النبي بيحبنا. يقعد سيدنا النبي مع الصحابه كده يا جماعه ويقول لهم لقد اشتقت الى احبابي. انا وانت حبايب سيدنا النبي ولا؟ ما تتبسط يلا. حاسس بالهم ليه في حياتك؟ حبيبتك سابتك، خسرت فلوسك، مش عارف ايه، كل ده ملوش لازمه. الرسول بيحبك، انت بتستهبل يلا، عمال تزعل لي على الحاجات الدنيا ملهاش لازمه. الرسول قال عليك ان انت حبيبه، يا تغف، قوم انبسط هيص. الرسول قال عليك ان انت حبيبه. فالصحابه قعدوا مع سيدنا النبي يقولوا له يا رسول الله او لسنا احبابك؟ قالوا لا، قال لهم لا، انتم اصحابي، اما احبابي قوم ياتون بعدي يؤمنون بي ولا يروني. المهم فبعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال كده لسيدنا النبي، فسيدنا النبي يعلم تمام العلم وتمام اليقين. يا كينج انا مريض سكر وباخد منجارو من 3 سنين، رايك؟ 100 زي الفل، حقن المنجارو زي الفل، بس لازم تتابع معاه مع دكتور، مش مع نفسك كده.
بصوا يا جماعه، هنكمل الحديث عن سيدنا النبي بس نتكلم في الحته دي. حقن المونجارو، وفي حقن تانية والله ما فاكر اسمها ايه، بتاعت التخسيس، بياخدها الناس اللي عندهم سكر واللي بيخسوا. حقن ممتازه جدا، بس لازم تاخدها مع دكتور محترم، لان لازم تعمل تحليل غده درقيه وحاجات من كده عشان ما تاثرش عليك. خلاص، الف الف سلامه يا حبيبي، الف الف مليون سلامه. المهم، فيقوم لان سيدنا النبي يا جماعه، والاوزمبيك، برافو عليك، معلش كنت نسيت. الكينج بينسى الحاجات بس ما بينساش الاحداث عمره. فيقوم سيدنا النبي لانه يعلم تمام العلم وتمام اليقين ان ربنا سبحانه وتعالى هو هو كامل الرحمه. يعني مهما كان سيدنا النبي شايفنا ان هو بيحبنا وهيرحم بينا، رحمه ربنا تطغى على رحمه سيدنا النبي. الله سبحانه وتعالى، استشعر في قلبك عظمه الله سبحانه وتعالى. فيقوم سيدنا النبي يرفض ان ربنا يوكل امر امته اليه، لان ربنا هيرحمنا اكتر من سيدنا النبي. ثق في ربنا سبحانه وتعالى. احنا مجرمين وولاد 60 في 70 وبنعمل حاجات غلط كتيره جدا، بس لازم يكون عندك حته انكسار ناحيه ربنا. اوعى تعمل حاجه غلط وتبقى فاجر وانت بتعملها. اوعى. بتعمل حاجه غلط عشان الشيطان او عشان نفسك او عشان مش عارف ايه ومش قادر تتحكم في مش عارف الكلام ده، ماشي، انما اوعى تكون فاجر مع ربنا. اوعى. اي ذنب مهما كان عملته ربنا يغفره لك ان شاء الله، الا الشرك بربنا، الا انك تعبد حد من الاصنام مع ربنا. ربنا يقول لك يمين تقول انت شمال. اوعى دينك اهم حاجه، دينك. اوعى تبيع دينك بالرخيص. اوعى تشوف الناس بتخون اهل غزه تمشي معاهم في المركب. اوعى تعبد الاصنام. اوعى تستنزف روحك في معركه غير دينك، غير بلدك، غير وطنك، غير المسلمين، غير الامه. لا تستنزف يا حبيبي، لا تستنزف. عايز اجيب لكم حكايه عن سيدنا النبي برضو. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. الله سبحانه وتعالى كان مع الانبياء السابقين بيرسل معاهم زرار الاند جيم، اللي هو الناس دي مش عايزه تؤمن واديتهم فرصتهم الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، لا خلاص اند جيم، خلص عليهم. يرسل بقى الطير الابابيل ويرسل الرياح مش عارف ايه والرياح العاتيه والحاجات اللي هو عذاب ربنا للرسل اللي قبل كده. لكن بص بقى من حلاوه حبيبك بقى، ما هو سيدنا النبي ده لما ما بقاش حبيبك يبقى انت كده خسران في الدنيا وفي الاخره. ده سيدنا النبي ده انا عايزك تتخيل لما سيدنا النبي اللي وصل لسدره المنتهى بيقول علينا احنا ان احنا حبايب. فسيدنا بص على حلاوه حبيبك بقى. الله سبحانه وتعالى عايز يختبر رحمه سيدنا النبي. فبعد حادثه الطائف، طبعا عارفين اللي حصل فيها بعد حادثه الطائف، فربنا عايز يطيب خاطر سيدنا النبي، وبيقول له ان انت في ايديك دلوقتي زرار اند جيم زي الرسل اللي قبلك. فينزل له ملك سيدنا جبريل مع ملك الاخشبين ويقول له يا محمد ان الله امرني لو انت عايزني اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. يعني اطبق عليهم الاخشبين يعني ينفذ فيهم نفس اللي كانوا بيعملوا ربنا مع الاقوام السابقه. لكن عشان سيدنا النبي غالي قوي 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 عند ربنا ما استناش الفرصه الثانيه. الاقوام السابقه كان ربنا بيديهم فرصه واثنين وثلاثه واربعه، انما ده حبيبي. سيدنا النبي ده حبيب ربنا سبحانه وتعالى، ده الخليل. بيتنافس طبعا كنا عارفين ان سيدنا ابراهيم هو الخليل، صح؟ انما ما فيش خليل قبل سيدنا النبي. طبعا سيدنا ابراهيم هو خليل الله، لكن سيدنا النبي يتفوق. سيدنا يوسف واخد تلت جمال العالم، سيدنا النبي احلى. سيدنا ادم هو خلق ربنا واللي ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيه، سيدنا النبي احلى من كل حاجه في الدنيا، احلى من كل حد. فليه سيدنا النبي يا جماعه ليه معزه غاليه قوي 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 عند ربنا سبحانه وتعالى، لدرجه ان هو ربنا ما استحملش الله سبحانه وتعالى مش لسه بقى هيدي اهل الطائف فرصه ثانيه وثالثه، لا ده حبيبه بيتضرب. فيقوم يرسلوا ملك الاخشبين يا محمد
ربنا بيأمرني لو انت عايز اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. بص بقى حبيبك بقى الرحمه المهداه، ما هو ربنا ما ارسلوش رحمه للدنيا كده عبث. حاشا لله ان يرسل. فيقوم سيدنا النبي عايز يديهم فرصه ثانيه. تفكيره مش منخرط عليهم، مش عايز يأذينا، مش عايز يأذيهم، مش عايز يديهم فرصه ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه ومليون. يقول بص بقى تفكيره فين، كل تفكيره فين؟ لا، عسى الله ان يبعث من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. للاسف الشديد يا جماعه بنلاقي ناس بتداهن في قيمه سيدنا النبي، لدرجه ان لما يكون في صنم سياسي ولا حاجه بيحاول يضرب في سيدنا النبي من تحت لتحت، تلاقي الشيوخ والعلماء قاعدين يسقفوا. افهم، اللي يرضى الذل والهوان لحد من المسلمين ما يستكبرهاش على سيدنا النبي، هيرضى فيه برضه الذل والهوان. اللي يبيع عشان مسلم بينضرب وعشان يلمع صنم ولا عشان غيره ولا عشان يستغل الاحداث العالميه لتلميع الاصنام ولا صناعه انتصارات وهميه، مش هيكون صعب عليه ان هو يعمل كده مع الرسول. اللهم صل على سيدنا النبي. مواقف كتيره بقى للرسول بقى عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا النبي. في غزوه حنين، الصوره بقى اللي مش عايزينك تفهمها عن سيدنا النبي. دايما يا جماعه عايزين يصورونا سيدنا النبي بقى ايه؟ انه كان خلوق ومؤدب ومحترم ومش عارف ايه، والكلام ده كله بيتفسر في عالمنا احنا غلط. ليه؟ احنا مش متعلمين حاجه. فدلوقتي انت لما تشوف حد قدامك كده تشوفه ايه؟ محترم ومؤدب وفي حاله كده وخلوق، بتقول عليه ايه؟ او اول شعور بيجي لك ايه؟ ده ضعيف، ده هفق، صح؟ مش بنقعد نقول كده؟ مش نضحك على بعض. فهم عايزين يصورونا الرسول كده علشان احنا ناخد عن سيدنا النبي ان هو ايه بقى؟ كان بيمشي جنب الحيط ومالوش في المشاكل ومش عارف ايه، اللي هو الصبر الاستراتيجي والصبر الحاجات دي. لكن سيدنا النبي في الحروب والغزوات لما كانت الحرب تشتد كان فطاح للمسلمين سيدنا علي بن ابي طالب فتحا من الفطاحل، كان يحتمي في سيدنا النبي. سيدنا عمر فتحا من يحتمي في سيدنا النبي. سيدنا ابو بكر كله بيقف ورا سيدنا النبي. كان ما تكلمليش بقى. الناس تغفل سيدنا النبي في ان هم يبرزوا فروسيه سيدنا خالد وفروسيه سيدنا الزبير. ما فيش فارس زي سيدنا النبي، ما فيش قائد زي سيدنا النبي، ما فيش جندي زي سيدنا النبي، ما فيش عابد زي سيدنا النبي، ما فيش ملك زي سيدنا النبي، ما فيش رسول زي سيدنا النبي. ففي غزوه حنين طبعا عارفين بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. المسلمين بقى بعد في غزوه حنين دي كانت اول غزوه بعد فتح مكه على طول، في عدد المسلمين 10000 جندي، رقم مهول وقتها. كان المسلمين بيحاربوا في بدر يا جماعه، احنا 300 10000. فالمسلمين بداوا يكلموا نفسهم كده لن نهزم اليوم عن كسر عن قله، مش هنتهزم النهارده بقى عن قله، احنا كتير. فربنا عايز يقول لهم النصر مش من قله ولا من العتاد ولا من ده مننا، وما النصر الا من عند الله. فحصل لهم كمين والجيش المسلم كله فر الا سيدنا النبي وبضعه من الصحابه. بص بقى حبيبك بقى مشهد تلفزيون اهو، مشهد هوليودي، مش بتقعد تتفرج عليه على جيم اوف ثرونز يالا وجون سنو بقى ماسك الفرس بتاعته وبيحارب مش عارف ايه. هو سيدنا النبي اهو. يوم سيدنا النبي بقى ايه؟ بص بقى بص عايز ينطلق بالفرس بتاعته يخش عليه. ليه؟ ما ينفعش بقى في الوقت اللي احنا فيه ده كده. فيقوم سيدنا حمزه واحد الصحابه الثاني ماسكين ودائرين رجلهم في الارض وماسكين فرس سيدنا النبي كده، وسيدنا النبي بيلوح بسيفه انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، عايز يخش عليه لحين اما تجمع المسلمين تاني ان شاء الله وقدرنا ان احنا ننتصر. هو ده حبيبك، هو ده سيدك، مالكش قائد غيره، مالكش سيد غيره، مالكش حبيب غيره، مالكش صاحب غيره، هو ده صاحبك. سيدنا النبي ده صاحبك، تخاف منه ليه؟ تخاف منه ليه؟
هتقف قدام يوم القيامه كده عشان تحصل على الشفاعه، تقول له يا رسول الله والله ده انا علمت ابني انه يحبك، وبنتي خليت بالي من بنتي واولادي ومش عارف ايه، وحاولت اعلمهم قران ومش عارف ايه، وكنت بصلي عليك وكنت بعمل كذا، وكنت ما بغدرش بالمسلمين ولا اخونهم، وكنت ما دي الحاجات اللي هتحصل على الشفاعه. امال هتروح تقول له البطاقه يا سيدنا النبي انا كنت مسلم؟ ما فيش وقتها حاجه هتخيل على سيدنا النبي. ايه سوبك بقى من الغيبوبه اللي عندك دي. النفاق اللي انت عايشه في الدنيا بقى تخلص منه. النفاق اللي انت عايشه في الدنيا تخلص منه. مش هينفعك الكلام ده قدام سيدنا النبي، ولا ينفعك قدام ربنا. يجي ربنا يوم القيامه كده يجيب عالم من العلماء اللي هم معانا دلوقتي، تعال كنت بتعمل ايه في الدنيا؟ فيقول له يا رب كنت بدعي لك. ربنا بقى ايه، مش هيكل عليك الكلام ده؟ كذاب. انت كنت منافق، كنت بتضلل الناس، كنت تاجر دين. في النار جهنم وبئس المصير. يجي بقائد عسكري له انتصارات عسكريه ويقول لك ان هو افاد الامه الاسلاميه ومش عارف ايه تعالى كنت بتعمل ايه؟ يا رب ده انا كنت بحارب عشانك في سبيلك. كذاب. كنت بتحارب عشان تقول عليك شجاع وصنديد وغيره وغيره وغيره. في النار. في النار. ما هو ده النفاق يا جماعه، وده الكبر على ربنا. لن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. ذره. ايه الكبر ده؟ انك تتكبر على الله، تتكبر على الدين، تتكبر على المسلمين، ترمي حاجه ليك مش لربنا. يعني ايه؟ تفكر بقى ان انت واد بقى مالكش حل، ان المشروع بتاعك ده كسب عشان انت عملت خطه جامده قوي، تبدا تتكبر. لا، ده من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي وفقك. انت اجتهدت اللي عملت اللي عليك، انما الله سبحانه وتعالى هو اللي وفقك انك تتوفق. الله سبحانه وتعالى انه هو وفقك انك تجتهد. افهم دي كويس جدا. الله سبحانه وتعالى هو اللي مخليك دلوقتي تقعد قدام واحد زي الكينج، يعني احنا ان شاء الله بنظن فيه خير وتسمع منه حاجات حلوه وتسري نفسك وتسري عقلك. مين اللي جابك هنا؟ انت؟ لا. مين اللي مقعدني هنا وخليني عندي مسؤوليه تجاه المسلمين وبقول الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى. انا كان عندي الرغبه، بس هو مين اللي انشا فيها الرغبه دي؟ الله. ليه؟ لان ربنا لما اطلع على قلبي شافني شخص كويس وينفع اكون مسلم في الاول، وينفع ان انا احس بالمسؤوليه، واطلع على قلبك شاف ان انت شخص كويس وشخص مسلم كويس، والمفروض تكون موجود في مكان محترم تتعلم فيه حاجه كويسه. هو ده بقى عدم الكبر على الله، انك كل حاجه تلجئها لربنا. فشلت في حياتك من ربنا، مفيش مشكله، ربنا اعلم بحالي، انا واثق في ربنا. اتوفقت في حياتك من ربنا، نجحت في حياتك من ربنا، فشلت في حياتك من ربنا. كل حاجه تلجئها الى الله سبحانه وتعالى. تلجئها الى الله سبحانه وتعالى. لدرجه ان انت يوم القيامه يا جماعه في ناس هتقول لربنا كده: يا رب انا ما حدش هينجيني من عذابي غيرك انت، من عذابك غيرك انت. انت اللي هتنجيني، انت اللي هتنجيني من جهنم. انا عارف ان انا دمرت الدنيا، بس يا رب انا عارف ان انت اللي هتنجيني من جهنم. يجي يا جماعه اخر واحد هيخش الجنه، اخر واحد خالص هيتحاسب. فخلاص ربنا قاس حسناته وسيئاته، خلاص ودوه جهنم. فهو ماشي كده عمال يتلفت. فربنا ايه؟ يقول له تعالى تاني. انا ظلمتك في حاجه؟ فيقوم العبد يقول له لا يا رب. ملائكتي ظلمتك شيئا؟ لا يا رب. قال له، فربنا يقول له طب انت بتتلفت ليه؟ بص بقى العبد الفقير المحتاج يقول له: يا رب ما كان ظني بك هكذا، انا ما كنتش فاكر فيك كده بصراحه. فيقول له كده، طب خلاص تعال خش الجنه، طالما انت ما كنتش مفكر فيا كده. الموضوع يا جماعه مش حسنات وسيئات. لازم المسلم يعمل حسنات ويحافظ على دينه وغيره وغيره وغيره، انما رحمه ربنا انك تظن في الله خير، انه مش هيضيعك ابدا ابدا. يقف الرسول على اصحابه وهم مجندلين في احد، ينزل ربنا سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. ازاي ده؟ احنا مهزومين، ده الصحابه كلهم متجندلين. لا ما تخافوش، انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ليه؟ انتوا خسرتوا في الحرب، كسبتوا، انت مالكش دعوه بالكلام ده. انا اللي بقدر كل شيء، انا اللي بحكمي وبعلمتي بقدر كل شيء، عشان المسلم في النهايه ينتصر. المسلم في النهايه يعني يتوج بالانتصار. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على كامل النور، اللهم صل على كامل النور. ادم، انا محظوظ ان حبيبي يا ادم، يا روح قلبي، اشكرك يا حبيبي من كل قلبي يا حبيبي، بشكرك. ربنا يبارك فيكم يا اخوانا، ربنا يبارك فيكم يا اخوانا، ربنا يبارك فيكم يا اخوانا، ربنا يبارك فيكم يا اخوانا. الله يبارك فيكم. اسماعيل سمعه حبيب قلبي، حبيبي يا سمعه، اللهم انك عفو تحب العفو، امين يا رب.
نفسي نوجب معاك في فرحك، نفرح اخ مسلم لينا. حبيبي يا عمر، باذن الله ان شاء الله، ان شاء الله يا جماعه، باذنك يا رب هنفتح صندوق تبرعات للكينج. هنسميه صندوق نقطه الكينج. اللي عايز يرسل نقطه الكينج بقى، بس اقل من $1000 مش هقبل. بحبك في الله احمد صابر، وانا بحبك. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. عندك كام سنه؟ 34 حبيبي. اشكرك زراف. شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي، اشكرك من كل قلبي، تسلم حبيبي يا عمر. اول نقطه ماشي يا عم، شكرا. اشكركم يا اخوانا، ربنا يبارك فيكم. اللي بيجمعنا يا جماعه في الدنيا دي كلها دين، اهم حاجه دين. خلاص لسه ما اتجوزش؟ لا والله خاطب، وان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. حبايبي احمد ابو العيون على راسي. افضل شيء تعمله ايران انها تعتذر وتتصالح، اعتقد ده عشان تحافظ عليه. امريكا يا جماعه لازم تنهي الحرب ده باي طريقه، وايران مهزوم، مش هينفع. السمعه الامريكيه في خطر، السمعه الامريكيه في خطر. هل معقول ان مفيش مجموعه من الناس صادقه ربنا ينصر بيها الاسلام في وقتنا ده؟ موجود، لكنهم مقهورون، غايبين عن المشهد، ربما بمزاجهم وربما غصب عنهم. اوعى تفقد الامل في الامه الاسلاميه ابدا ابدا. سيدنا النبي صار في الجاهليه عشان يشد الناس من الظلمات للنور. هو سيدنا النبي وهو التشوزن وان والمختار وكل حاجه، لكن دي رساله لينا. مهما كانت الظلمات الموجوده في الامه الاسلاميه، اوعى تيأس، اوعى تيأس ابدا. واوعى تفكر ان المسلم دهوت اللي حاله ضايع دهوت ومتدهول على عينه ومش عارف حاجه في دنيته، ان هو ربنا ما بيحبوش. لو ربنا ما بيحبوش ما يخلقوش مسلم. لا، ربنا بيحبه، بس لكل مقام مقال ولكل قدر حكمه من ربنا. ربنا بيحكم الدنيا ويقدر الدنيا حسب رؤيه ربنا سبحانه وتعالى. ألم تكن الامه الاسلاميه في وقت من الاوقات فوق؟ طب بقينا تحت دلوقتي، عادي، ايه المشكله؟ ربنا سبحانه وتعالى له قدرته وحكمته وعلمه. ممكن في اي وقت اي لحظه ينبثق الغبار عن المسلمين ويقود العالم. ما تقلقش من اي شيء. اوعى يصيبك اليأس. احنا زعلانين وعايزين والامه الاسلاميه ازاي كده ومش عارف ايه والكلام ده. طبعا، لكن اوعى يصيبك اليأس ابدا. قصه النبي مع اللي لما بعت ليهم سيدنا سعد، ماشي حاضر. موكس قوم ذاكر. انت فكر ان انت ما تسالني بقى كلام كده مش هعرف ان انت موكس اللي كنت بتكلمني من يومين عشان الثانويه العامه وهنسى والكلام ده. قوم يا تذاكر، وادي يا موكس، قوم يلا، قوم عشان ما تزهقنيش. قوم ذاكر عشان ربنا يوفقك، اجتهد. هو كينج هيطير؟ هي الاقتصاد هيطير؟ قوم يا بص. اعرف بقى برضو دينك برضو حلو الحته دي. ما انا عايزكم برضو ايه، تبداوا تنغزوا الكينج من تحت في الايه، في الاسئله الحلوه، عشان اعرف اجيب لكم حاجات حلوه. بص بقى كده. بعد غزوه الاحزاب طبعا حصل خيانه من اليهو اللي عايشين من المدينه. المدينه يا جماعه موجوده بين جبلين. الرسول ادي جبلين اهو. بصوا يا جماعه، دي كده المدينه، دول جبلين، تمام. وفي هنا قبائل من اليهو عايشين في المدينه، وهنا تم حفر الخندق. هي دي كده المدينه اهي، دي كده المدينه. هنا جبال، وهنا حفروا الخندق، وكان من ورا هنا في قبائل من اليهو بينهم وبين سيدنا النبي، او بينهم بين الدوله الاسلاميه وقتها عهد ان هم مش هيخونوا. اللي حصل طبعا ان تم خيانه هذا العهد من قبلهم، وسمحوا لقوات من الاحزاب ان هم يخشوا، مما تسبب في اصابه سيدنا سعد بن معاذ بحاجه خطيره جدا، ادت للاسف في النهايه الى ان هو يروح في سبيل الله. حلو. اللي حصل بقى بعد ما انتهى غزوه الاحزاب، والله سبحانه وتعالى ارسل الريح وهزم الاحزاب وحده، رب الله سبحانه وتعالى وشتت شملهم والكلام ده. جه وقت الحساب. المسلم ما يسيبش حقه ابدا، المسلم لا يداهن في حقه ابدا. سيدنا النبي كان في بعض الناس اللي بيكونوا ليه الوحاشه، سيدنا النبي امر بان هم كده. يعني سيدنا النبي كان بيسامح، طبعا سامح قريش كلها. لما الصحابه كانوا واقفين عند باب الكعبه في فتح مكه، وكله شايل سيفه وعمال يعمل واليوم يوم الملحمه، اليوم يوم القصاص،
هناخد حقنا، طردتونا وعذبتونا وهنتونا وعملتوا فينا البلاوي، هنيجي ناخد حقنا منكم النهارده. يوم سيدنا النبي يقول لا، اليوم يوم المرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ففي اماكن او اوقات الرسول بيعفو عنها واماكن لا. من الاوقات اللي الرسول ما عفاش ان هم نقضوا عهدهم مع مين؟ مع الرسول، لان نقض العهد ده خطر على الامه. تخيل لو كان الاحزاب دخلوا من ورا كان هتفنى الامه الاسلاميه. فيقوم سيدنا النبي بقى ايه؟ وقت العقاب. وقت العقاب ترضون من حكما، انا مش هحكم انا عليكم. ده برضه من الالعاب السياسيه برضه عند سيدنا النبي. لا ما اقصدش مش الالعاب السياسيه، حاشا لرسول الله ان يكون لعوبا، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. يعني من الحاجات الاستراتيجيه السياسيه يعني. سيدنا النبي مش عايزين، ماشي حلو. قال لهم ترضون من حكما؟ قالوا نرضى بسعد بن معاذ، لان كان سيدنا سعد بن معاذ كان بينه وبينهم زمان علاقات بين الاوس والخزرج اللي هم القبائل المدينه اللي هم الانصار، وبين الايه قبائل اليهو تقريبا يهو بنو قينقاع تقريبا. حلو كده. قال لهم ترضون من حكما؟ قالوا سعد بن معاذ. فجي سيدنا سعد كان متاثر بجراحه، وسيدنا النبي قال له يا سعد احكم فيهم، نقضوا عهدهم معانا وكانوا هيدمرونا، احكم فيهم. كانوا مفكرين بقى ان سيدنا سعد هيداهن. انت فاهم ان المسلمين دلوقتي الشيوخ بيداهنوا. سيدنا سعد قال له حكم عليهم بالحكم الاتي: الرجاله وكل من خرج له شعر في العانه، يعني راجل. انت معايا ولا مش معايا؟ والنساء والحاجه اسمها الدرازي او اللي هم لسه عيال صغيرين كلهم يتسبوا، يخشوا في السبي يعني، يبقوا عبيد. عارف سيدنا النبي قال له ايه؟ قال له والله يا سعد هذا ما حكم به الله. وهي دي كانت عقوبه الجريمه في دينهم. لما سيدنا موسى سابهم وراح 40 يوم ورجع لقاهم بيعبدوا العجل. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فربنا سبحانه وتعالى ارسل عليهم هذا الحكم. لما قالوا له خلاص يا موسى احنا عايزين نتوب، شوف لنا كده عقاب الحاجه دي ايه. فربنا ارسل عليهم العقاب ان الاب يخلص على ابنه، وابن العم يخلص على ابنه عم. هو ده العقاب في دينهم كده. لازم تفهم الدين بتاعك، مش اوعى تفكر ان دينك الاسلامي دين ضعف ابدا او دين وسطي. وسطي ايه؟ طب انا هسال سؤال دلوقتي، سؤال حلو كده اكيد، معلش عشان ننهي بيه الحلقه النهارده احنا بقالنا قد ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، بقالنا ساعتين الا 10 اهو. كانت الحلقه النهارده مثمره بالدين. اسالكم سؤال بقى، سؤال، والله نسيت السؤال يا لهوي. لا مش سؤال صعب، سؤال سهل جدا والله. بس يعني طبعا احنا عارفين في الدين بتاعنا ان السبي في الحروب موجود في ديننا. طب ما تيجي تفكر كده، السبي في الحروب، طب ازاي يا كينج الاسلام يعني الدين الرحمه والحاجات دي يبقى فيه سبي؟ فحد يعرف ليه السبي لسه موجود عند الاسلام في الغزوات والحروب؟ اللي هيجاوبها دي يبقى واد ايه؟ يبقى واد مجرم. ايوه، برافو عليك يا سمسم. ما ينفعش عدوك تبقى انت داخل ضده حرب وهو هيدمرك ويخلص عليك ويسبى نسائك واطفالك، وانت تبقى داخل قصاده الحرب جميل وعسل وقمر كده. لا، انت دينك قال لك مالكش دعوه بالنساء ولا الاطفال ولا الحاجات دي، ماشي، ما تخلصش عليهم ولا الكلام ده، لكن لا يامن عدوك مكرك. يعني ما يعرفش نهايتك ايه، ما يقولش بقى انا خلاص بقى اخش ضد المسلمين، يعني انا نسائي في امان واطفالي في امان لكن نساء المسلمين واطفالهم في خطر. لا، ما فيش الكلام ده. لازم يكونوا هم نسائهم في خطر واطفالهم في خطر وكله في خطر عشان تتوازن القوه. انما الاخلاقيات الحرب دي يتفوق فيها المسلمين بس. المسلم ما يضربش امراه ولا يضرب رجل عجوز ولا يضرب طفل ولا الكلام ده. انما حتى لا يامن عدوك مكرك. صح معايا كده، عايزكم تصحصحوا. خلاص كده لما خلصنا النهارده، ربنا يبارك فيكم يا رب. اشكركم من كل قلبي، اشكركم من كل قلبي على كل الحاجات الكويسه، على كل الحاجات الجميله اللي انتوا بتكتبوها علشان
ربنا يبارك فيكم يا رب. بحس ان الكينج عمال يتكلم عن الخلافه عشان يبقى هو الخليفه. لا مش للدرجات دي، مش للدرجات دي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. معلش هنقفل بقى، بكره نكمل ان شاء الله. في النهارده فيديوهين. حبيبي يا استاذ احمد على راسي، الله يبارك فيكم. من السعوديه على راسي. ازاي كوريا الشماليه بكره بقى، تقبل الله طاعتك على راسي، ربنا يبارك فيكم واشكركم من كل قلبي. شكرا. من السعوديه وبحبك، تحياتي لكل حبايبي في السعوديه. ما زال بدري معلش غصب عني، بقى لنا ساعتين معلش. ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يخليكم يا رب، ربنا يبارك فيكم يا رب. يلا استودعكم الله. اسكندريه احلى ناس في اسكندريه. كل الدنيا في حته واسكندريه في حته ثانيه. ليه؟ اسكندريه يا احسن ناس. المرسى والعباس. يلا ربنا يبارك فيكم، خلي بالكم من نفسكم، وكل الدول العربيه ودول الخليج ربنا يحافظ عليهم يا رب. ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يحافظ عليكم. تمنياتنا ليكم بالسلامه والامن والامان. اوعوا في يوم من الايام تبصوا الى بعض المسلمين اللي فرحانين فيكم وتقولوا دول المسلمين، لا ابدا. المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. خلاص، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم كلكم كل المسلمين، ربنا يبارك فيكم يا رب. اشكركم جدا جدا. النهايه بتاعتنا المعروفه، لازم يوتيوب. ما انا موجود على اليوتيوب يا جماعه، كل اللايفات بتترفع على اليوتيوب وكل الفيديوهات. القطه المشمشيه حلوه بس شقيه، نطت حته نطه، خطفت ترك البطه. نياو. السلام عليكم، ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم، السلام عليكم.